اعمل معروف يا اسطى بسرعه. على فين؟ اجري بس زي ما بقول لك. يا مامي الله، انت موديني على فين؟ مش هو بيقول لي اجري؟ هو بيقول لك اجري عنه. في عرضكم سيبوني، محدش له دعوه بيا، انا ما عملتش حاجه. وقعت يا حرامي يا نصاب، محدش يمد ايده عليه. ده مش حرامي، امال بتجري وراه ليه؟ اصله مجنون وهربان من مستشفى المجانين. مجانين؟ لازم تقولوا للناس عليا ان انا مجنون. فيها ايه يعني؟ الناس زي البغبغانات عقولهم في ودانهم، اول ما سمعوا كلمه مجنون فضلوا يقولوا مجنون مجنون من غير تحقيق ولا تدقيق. بقى ده كلام مجانين، ده كلام راجل عاقل وكامل. قول لهم والنبي يا ام كامل. ام كامل؟ ده انت مجنون ابن مجنون. قدامي على المستشفى، جرجروا على المستشفى. امشي قدام يا ناس جرجروا حرام على عليك. المستشفى. بترجعوني تاني ليه؟ يا دكتور طمني، عقلي خف ولا لسه؟ انت بقيت كويس قوي يا سيد انديل. طب يا فندم لما انا بقيت كويس رجعتوني المستشفى ليه؟ مستلطفني، ادمي حلو قوي على المستشفى. ميعاد خروجك النهارده، ما كانش فيه لزوم انك تهرب ليله امبارح. ما انا معذور يا فندم، 10 سنين وانا متلقح مع المجانين، يعني لو كنتوا بتركبوا لعقل كوبري كان خلص. 10 سنين وانا محروم من الدنيا وجمال الدنيا واهل الدنيا، مش هتطلعوني بقى والنبي. ما احنا هنخرجك، بس لما يجي ولي امرك يستلمك. ولي امري يستلمني ليه؟ هو انا في الروضه؟ الاصول كده، لازم عمك يستلمك. على كل حال احنا بعتنا له وزمانه جاي. ادخل. السلام عليكم. عليكم السلام. جنديل عمي بالحب. سلامات يا ابن اخوك. ايه طمني. لحموا عجلك حيل. يا سلام، لحموا بالاكسجين، لزقوا بالسكوتين كده. طيب يلا بينا. يلا بينا. استنى من فضلك. استنى ليه؟ امضي لي هنا على استلامه. تمضي على استلامي ليه؟ هو انا جواب مسجر؟ الاصول كده يا سيد انديل. زي بعض. وادي امضاء اهو. يلا بينا. مبروك يا انديل، هتوحشنا. انتوا كمان هتوحشوني، انما ربنا ما يوريني وشكم. اي والله. وصلهم لحد بره يا سيد. يلا يا عمي قبل ما يرجعوا. يا سلام عليكم. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام. السلام عليكم. لا بالله يا انديل، انا ركبي ملخلخه، نسيبوا دم الجماعه بتوع المستشفى دول. انا عارف انت قعدت هنا ازاي 10 سنين. نصيب يا عمي، اسمتي كده. طيب جرب بقى عشان نلحق القطر. قطر؟ ده لا يمكن ارجع البلد دي تاني. ليه يا انديل؟ هتقعد تعمل ايه هنا؟ هشتغل يا عمي، هدور على اي وظيفه. امرك يا ابني. على العموم انت ليك في ذمتي 550 جنيه سابهم لك المرحوم ابوك. خد ادي 50 جنيه مؤقتا، والباقي مستنين عندي في البلد تحت امرك. مفيش تكليف يا عمي، الجيب واحد. بس المهم ان انا خرجت من المصيبه اللي انا كنت فيها دي، والناس ضروري هيقدروا كفاءتي ويشغلوني. طيب يا ابني، ربنا يفتح لك الابواب ويرزقك بالوظائف اللي مش مشغوله. السلام عليكم. اهلا وسهلا، اي خدمه، اي امر، اي طلب، حراير، اصوات، اجواك، اتيال. لا، اشغال. اشغال ايه يا فندم؟ اشغال زي اللي بتشتغلوها انت وهو شغل يعني. شغل؟ ايوه شغل، عمل، عاوز عمل. عمل من اي نوع، من اي صنف، من اي شكل؟ بس ناقص تسالني العمل اللي انا عاوزه مقلم ولا ساده. والله ده مش شغلي، اطلع فوق سيادتك قبل مدير المحل. ولما هو مش شغلك فاتح لي محضر تحقيق ليه يا بارد؟ جاتك مصيبه 3.5، عرض 90. ايه ده؟ السلام عليكم يا فندم. اهلا وسهلا، اتفضل. السلام عليكم ورحمه الله. أهلاً اتفضل وسهلاً. اتفضل. مفيش لزوم يا فندم، كده كويس. غير جائز، غير ممكن، مش معقول، لازم تستريح. ايوه بس انا كنت جاي لحضرتك عشان اقول لك ان لازم. انت انست وشرفت. قهوه يا عباس. مفيش داعي يا عباس. يا فندم انا كنت جاي لسيادتك المحل كله تحت امرك. الله يخليك. اتفضل سيجاره. والله ما بشربوش يا فندم. لا دي هاديه جدا، اتفضل. ربنا يقبل بخاطرك. وطلبات سيادتك ايه؟ بدله، 2،
3؟ والله يا فندم انا لا انا عاوز بدله ولا جمازتة، انا طالب وظيفه. طالب وظيفه؟ أيوة. وقاعد مجعوظ بالشكل ده، قوم فز كلمني وانت واقف. حاضر. ما قلنا كده من الاول يا عباس. مفيش داعي للقهوه يا عباس. واتفضل يا فندم، ادي السيجاره اهي. بقى سيادتك طالب وظيفه، ايوه يا فندم. وعاوز تشتغل ايه؟ والله يا فندم اي حاجه، كاتب، عامل، مانيكان. معاك شهادات حسن سير وسلوك؟ ايوه يا فندم موجود يا فندم. أيوة. وريني. أيوة. حاجه فراطه قوي كتير خالص يا فندم. اتفضل. عظيم، حاجه حلوه خالص. ده شيء جميل. الله يجملك يا فندم. تاريخ الشهادات دي يا فندم بقالها 10 سنين، انت بقالك 10 سنين ما بتشتغلش. ايوه يا فندم. ليه؟ والله كنت في اجازه بس طويله شويه. لازم كنت في السجن. اعوذ بالله يا فندم، ده انا صحيفه ثوابي انضف من جيوب العبد لله. امال كنت فين 10 سنين؟ والله يا فندم كنت في مستشفى المجانين. يعني كنت مجنون؟ ايوه يا فندم، انما الحمد لله خفيت. مجنون وطالب وظيفه؟ يا عباس، يا علي، الحقوني يا فندم مفيش داعي للفضايح، اعمل معروف. انا عاوز اقول لك ان انا كنت مجنون وخفيت. الحقوني، يا ناس. انقذوني، ده مجنون، طلعوا بره. يا ناس انا مش مجنون، انا عاوز وظيفه عشان اعيش زيكم. بره انا اجيب لك بوليس النجدة. وتجيبوا لي بوليس النجدة ليه؟ هو انا حرامي؟ انا جاي اسرق، انا عاوز اعيش، عاوز لقمه. تعالى طلعوا بره، انا مش انا اشيلك وارميك بره في الشارع يا راجل مجنون. بره مين؟ ده انا احن منكم، ده انا الوحيد اللي معاه شهاده تثبت ان انا احن منكم جميعا. لا انت مجنون. مجنون؟ طب خد. لا. طب خد. حقوني، شيلوه. خد يا ناس، الحقوني، الحقوني يا ناس، نزلوني. حرام عليكم، شغلوني، انا عاقل والنبي. يا سلام، أنا لسه ما وردش عليا سواق بالمهارة والشطارة دي. تمام، دي العربية ماشية معاه كأنها ماشية على سجادة، واعي قوي، لا بينزل في مطب ولا بيزود في السرعة، ولا بيضرب فرملة ولا كلاكس. ولا ياكل بني. ده انت لقطة، ده انت هدية. إلا قول لي يا اسطى قنديل، اقول أنت خرجت من عند الناس اللي كنت عندهم ليه؟ ما اقولكش، وبتشتغل من زمان في السواقة؟ اقول لك وريني كده الرخصة بتاعتك. ما اقولكش. استنى عليه يا أخي لما نرجع البيت، احنا دلوقتي بنجربه في السواقة. باين عليه سواق قديم ومتين وممتاز. يا فندم أنا سواق أبا عن جد، سواق بالوراثة. أنا اتعلمت السواقة على عربية أبويا اللي ورثها عن جدي لما كانت موتوسيكل، اللي جدي ورثه عن أبو جدي لما كانت عربية عنقود. أبوك كان عنده عربية؟ والعربية كانت أصلها موتوسيكل. والموتوسيكل كان أصله حنطور؟ ما شاء الله. أنا كنت ابن عز وشرفة، ولولا شقاوة أبويا وعمايله المنيلة ما كانش حصل اللي حصل. إزاي؟ أصل أنا كنت خاطب واحدة كان لها بنت كبيرة، وفي يوم اكتشفت إن أبويا عاوز يتجوز البنت دي. حاولت أمنعه مفيش فايدة، فلقيت نفسي هبقى جوز حمات أبويا، وإن لو مرات أبويا اللي تبقى بنت مراتي خلفت ولد، الولد ده هيبقى أخويا لأنه ابن أبويا. مفهوم؟ إحنا مش فاهمين حاجة أبداً. أهو ده اللي خلاني خشيت مستشفى المجانين. مستشفى المجانين؟ أيوة، إنما الحمد لله خفيت وخرجت بقالي جمعة. اقف عندك، نزلنا. وقف ليه؟ علشان أنت راجل مجنون. أنا مش مجنون، أنا عاقل، أنا سواق كويس قوي. طب حاسب اعمل معروف، حاسب نزلنا ما تخافوش حتى أشوفهم. الدوشة اللي انتوا عاملينها دي،
انا ما كنتش عارف ان انا بشتغل عند ناس مجانين. والله ما انا شغال. عربيتكم اهي وهدومكم كمان اهي. انا مش عارف اللي زيكم مخليينهم سايبين ازاي. مرمش سميت وبيض وجبنه. هو لا مؤاخذة يا جماعة، أنا قلبي على الكلب، مش عاوزكم توكلوه بيض لأن عنده برد. ايه الحكايه يا اخوانا؟ ولا حدش نزل ينقذه؟ وواقفين تتفرجوا عليه؟ مفيش واحد شجاع؟ طبعا انت وهو انا اللي هنقذه. انقذوا اخويا. يلا يا حبيبي. من ابوه طلعوا بره. طلعوا بره. انا فوقه. فوق يا اخينا، مش عيب راجل زي الطور زيك وينتحر؟ ده لولا الراجل الشهم ده كنت زمانك في بطن السمك. فوق بقى يا حبيبي، فوق. متشكر لأنك أنقذتني ونجدني من الموت. ده مش انا اللي انقذتك، ده هو. انا ما عملتش غير الواجب، بس تاني مره ما تعملهاش. أنا مديون لك بحياتي ومش عارف حكافئك بإيه على فهمتك. هي راحت فين؟ ايه شهمته؟ محفظتك دور على مهلك، محدش مد ايده في جيبك. أهي لقيتها الحمد لله. خد امسك دول على ما راجل أوصل. عيب، انا ما عملتش غير الواجب اللي عليا. والنبي تاخدهم ما تكسفوش، اركب بيها تاكسي وانت مبلول عشان تكوي هدومك. طيب يا سيدي متشكر. اخينا نعم. هو دفع لك كام؟ دفع لي 5 جنيه. طب ما دام انت شهم بالشكل ده ما تنقذني انا كمان. انت ناوي تغرق؟ لا، ناوي اتغدى وما معيش فلوس. خد 25 قرش. متشكر متشكر. ده بتاع سميت سميت سوخ سميت. خد. نعم. هات، انا هموت من الجوع. بيتنا. ما تستغربش، عد انت وبس. حاضر. هات الباقي. عينيا. الله، وادي الفريق تاني. المرة دي محدش هيطلع شهم غيري. انقذه والهف انا ال5 جنيه. خلي بالك من البيض. بيتك.
ايه رايح فين؟ سيبني بقى في حالي. اسيبك ازاي من غير ما تديني 5 جنيه؟ اديلك 5 جنيه بمناسبة ايه؟ بمناسبة اني انقذتك. انت اللي انقذتني ولا انا اللي انقذتك؟ يا سيدي مفيش تكليف بيني وبينك. شوف لي حاجة، اي حاجة، قول لي حاجة. على ايه بس؟ على انك انقذتني. ده انت خربت بيتي، ده انت عطلتني على السبب. انا كنت هطلع الاول ودلوقتي هطلع الاخير. اي يا خسارة، طلعت اوت، ملناش عيش في دي. فين يا مقلوب. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. طلبات السياده. واحد شاي باللبن. لو بالزرنيخ يكون احسن. حاضر. عندك واحد شاي بالزرنيخ وصلحه. جرسون ايوه. صلح لي شيشه حتى عينيا، حاضر. مستعجل شوي. حاضر. بخت وضمير شنط، البخت وضمير شنط. اشوف لك بختك يا حضرتك. وتشوفوا على ايه؟ ما انا عارفه. انا استاذ في علم الكف، ناولني كفك ناول. اذا كنت ناوي تحط لي حاجة في كفي اهو. انا هقول لك على الماضي والحاضر والمستقبل. مفيش داعي. الماضي زفت، والحاضر هباب، والمستقبل منيل. ما تقولش كده يا شيخ، الشؤم عند التشاؤم. وريني كفك وريني. لا. طيب بلاش اقرا لك كفك، تحب اقرا لك افك؟ انا ولا فخر، علامه في علم الكفوف والافوات. وريني كده، وريني. ايوه، ادي خط الحظ، وادي خط العمر، وادي خط الصحه. مفيش قدامك خط حلوان؟ بدرجة يا زرقة أطابش. يا سلام يا سلام، انت كنت في رحلة طويلة ورجعت منها بالسلامة. الله، مين؟ شحتوت زميلي في المورستان؟ قنديل زميلي في الأندلة. أهلا، عرفتني ازاي؟ وما اعرفكش ازاي واحنا دفعة واحدة. سلامات يا شحتوت. اقعد يا اخويا اقعد. أهلا. عامل ايه؟ اشتغلت في ايه؟ ولا حاجة، مش لاقي شغل. الناس لما بيعرفوا ان انا كنت مجنون ما بيرضوش يشغلوني وبيطردوني. وبتقول لهم ليه انك كنت مجنون يا مجنون؟ اعمل ايه؟ راجل صريح ما احبش الكذب. وما تحبش الاكل؟ بحبه قوي، بس هو فين؟ ما هو علشان تاكل عيش لازم تكون راجل حيدق، راجل فهلاوي. الحاجة اللي الناس بتخاف منها ما تقولش عليها. لكن انا ما احبش كده، انا صاحب مبادئ. ادي مبادئك اجازة لحد ما تشعبط في وظيفة وبعدين يحلها ربنا. معقول برضه. انا هجرب نصيحتك لحد ما اشتغل، هركن ذمتي على الرف لحد ربنا ما يوصلني لقمة العيش، وبعد كده يعدلها ربنا. وناوي تشتغل في ايه؟ هشتغل في الاعمال الحرة. لكن دي يلزمها رأس مال. الرأس موجود والمال عند عمي، هروح اجيبه منه. الحمد لله على السلامة يا ابن اخوي، شرفت البلد. الله يخليك يا عمي. والله يا عمي انا كنت جاي لك علشان حكاية الفلوس اللي سابها لي المرحوم والدي. من عندي ولا عندي، لكن هتعمل بيهم ايه يا ابن اخوي؟ هفتح بيهم مكتب. مكتب صحة؟ لا، مكتب لحل المشاكل، مشاكل الناس اللي محيرة الناس وتعبى الناس. وهي دي شغلانة توكل عيش يا ابن اخويا؟ يا سلام يا عمي، دي توكل زلابية. في ناس كتير غرقانين في المشاكل مش عارفين يحلوها، فهيجولي مكتبي احللهم مشاكلهم ويدفعوا لي اتعابي. فهمت. ده انت مش هتفضل من الشغل لا ليل ولا نهار، دي الدنيا كلها مشاكل، لكن انت هتعرف تحل المشاكل. امال يا عمي انا استاذ في حل المشاكل وخلق المشاكل للمشاكل. الله يقويك يا ابن اخوي. حس كده، الفلوس اهي، اتفضل. اعدهم يا عيب الشوم يا عمي، مش عيب؟ انا اعدهم قال عشان تطمن. يا راجل ما تقولش الكلام ده، ما انا مطمن. عمي ايوه الفلوس ناقصين 5 جنيه. ايوه تمام اهم. ده انت جن مصور. الله يخليك. وعرفتهم ناقصين ازاي؟ بالوانه؟ لا، بالعدد.
شوشرة. لبسي وعجبني وخدت عليه، ملكش عندي غير تذكرة. ازاي تخش بالشكل ده؟ يا عمي صهين اوعى كده. يا جرسونات ما انتوش شايفينها، يا جرسونات ازاي سايبينها؟ اسمعي يا مدام، مش عاوزة كلام، بردون ما يجيش. حديكوا بقشش. يا هانم ده محل عشان فاميليات. فاميليات وشرابات. عاوزين ماركة هوليوبوليس ولا فيش مرة بولاق والجيزة، فاتحينها الميرفت وأليس وخلاص ملاش نفس عزيزة. عزيزة عزيزة تويست تويست. مقدرش. عزيزة تويست تويست. معرفش. عزيزة تويست تويست. يوه مكسوفة. حلال المشاكل، حلال الجيل، حلال المشاكل وخلق المشاكل للمشاكل. اهلا وسهلا. حلال العقد، حلال المشاكل. أنجيل بركة حلال العقد يدعوكم لزيارة مكتبي الكائن بشارع شريف، تليفون 73 055 طرف حسن البقال. إذا كنت واقعا في مصيبة أو مزنوقا في أزمة أو ملبوخا في ورطة، اتصل بالأستاذ أنجيل حلال العقد. حلال الجيل ولا نصاب الجيل؟ والله اللي تشوفه ابو دم تقيل. حلال المشاكل، حلال العقد. اي استشارات غرامية، قضائية، جوازية، طلاقية، احلها لك 100%. على الله على الله ليه؟ وانا جاي اشحت منك؟ ده انا جاي اقدم لك عبقريتي.
كلها كلها ملياش نفس. يا اخي ابعد عني، كفايه المصايب اللي على نافوخي. شفت ازاي ان انا نظري في محله؟ اول ما شفت وشك عرفت على طول انه وش بلاوي. وعلى ذلك تمشي من هنا قبل ما البسك ذلك. علمك يا حضرة، انت اخلاقك وحشه كده ليه؟ ده انت لازم تشكرني. اشكرك على ايه؟ على رزالتك؟ لا، على انسانيتي، على ذوقي. يا راجل انت، انا شايفك انسان غريق في بحر الظلمات ومحتاج الى غطاس، والغطاس بيقول لك ادينا اهو بين ايديك شبيك لبيك. طب حل عني وروح بقى. هلا يا شيخ. اهلا عزيزه، كنت ممتازه الليله دي. ميرسي يا حبيبي. يا راجل انت اسمع كلامي عشان اخلصك من المصيبه اللي انت واقع فيها. مصيبة؟ مصيبة ايه؟ مين ده؟ يا شيخه ده راجل مجنون بيقول عن نفسه حلال العقد قال. حلال العقد؟ طب حل عنا بقى يا عم. هحل. اتفضل الكارت بتاعي اهو، وما تدفعش فلوس الا لما تشوف النتيجه. اتفضل. يا راجل هو انا فضيلك؟ انا فضيلك. اتفضل الكارت اهو، واذا كنتش فاضي تيجي المكتب انا مستعد لتوصيل الطلبات للمنازل. نمره التليفون عندك في الكارت. حلال المشاكل، حلال العقد، انا حلال المشاكل. بسم الله، باين عليه راجل مجنون. ولا يهمك، واسكي يا مخالي. حاضر يا بيه. انما قولي لي، انت الليله دي لابسه فستان بشكل عاوي كده. ايه مش عاجبك؟ عاجبني قوي يا روحي، بس الناس ينتقدوكي، انت لسه خطيبك ميت. انا مش قلت لك هبطل البس اسود من بعد ال40 وهو عدى ال40 وال50 يا عينيا. يا لهوي. انت مش برضو محافظ على وعدك انك تتجوزني بعد ال40؟ ايوه، لكن انت ظابطه ساعتك على ال40 بالظبط. وماله يا حبيبي، الدنيا بتجري والعمر بيجري معاه. عندك حق، بس مش كنا نستنى شويه. يا خبر، ليه؟ هو انت غيرت رايك ولا ايه؟ انا استغفر الله، هو انا اقدر اعيش من غيرك؟ يا حبيبي، ده انا كل ما افتكر اليوم اللي جيت تعزيني في المرحوم خطيبي فيه احس ان ده كان اسعد يوم في حياتي. طبعا اقل واجب. ده انا فضلت اعد ال40 يوم بالدقيقه والثانيه لحد ما خلصوا. قول لي بقى، هنتجوز امتى؟ بعد 6 اشهر. يا خبر، ليه؟ مستني لما ابيع القطن ونتجوز. قطن ايه وصوف ايه؟ اذا كان لازمك فلوس، الفلوس موجوده. ده انا لسه قابضه دلوقتي اهي. لا 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 لا، كله كده. انا اخد فلوس من واحده ست؟ مش ممكن. ما تتكسفش، هو في بيننا وبين بعض فرق؟ مستحيل. طب يا سيدي خدهم على سبيل الامانه. اذا كان على سبيل الامانه ما عنديش مانع، بس افتكر الحساب كويس عشان انا ما بعدش. قلت لك مفيش بيننا وبين بعض فرق. لاحظ ان انا خدتهم مخصوص عشان ما ازعلكيش، ودلوقتي انا هضطر امشي عشان عندي ميعاد. ها؟ على فين؟ رايح ابيع القطن، في واحد مستنيني. طب وانا هتغدى عندك بكره عشان نحدد ميعاد الجواز. الجواز؟ اتفضلي. بصحتك يا حبيبي. صحتك يا روحي. بصحتك يا حبيبي. بصحتك يا حياتي. بتحبني يا شرشر؟ طبعا بحبك موت. ما دام بحبك وبتحبني مش نتجوز بقى؟ هنتجوز اكيد، تاكد هنتجوز. امتى؟ مش بس تديني فرصه ابيع القطن ولا ملي قرشين عشان اقدر اتجوز. يوه، واحنا هنفضل مستنيين لغايه ما تبيع القطن؟ انت عارف ان عندي محل ازياء بكسب منه اكتر من 500 جنيه. انا مستعديه ادفع لك الفلوس اللي انت عايزها. لا لا يمكن ابدا، انا راجل نزيه ما اخدش فلوس من ستات ابدا. اخصى عليك، هو في بيني وبينك فرق؟ ولا خد دول يا حبيبي. لا مستحيل ابدا، انا ايدي تتقطع ولا تتمدش على فلوس واحده ست ابدا. اقبلهم هديه مني على سبيل التذكار. اذا كان على سبيل التذكار ما فيش مانع، انا مستعد اخدهم علشان خاطر عينيك الحلوين دول يا بس. ميرسي يا حبيبي. العفو. ايه ده؟ مين اللي جاي لك الساعه المتاخره دي؟ يا نهار اسود، دي لازم حمتي. حمتك؟ حميده بنت السبع بتاعت المدفع. مدفع؟ يا لهوي! يا خرابي، اوديتني. مع انها كانت قالت لي انها مسافره النهارده. مستخبى هنا. فين؟ هنا. لا طب هنا. لا. طب هنا. هقول لك هنط في الشباك. طيب. يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي، هتعمل فيا ايه؟ اهلا عمتي. هي بنت اللكاعه دي
يا اختي الكركبه دي؟ دي ايه؟ القطة يا عمتي. قطه؟ ده حتى بالامانه القطه ناس جاكيتتها هنا. جاكيتة؟ جاكيتة، قولي لي مين عندك هنا؟ ابدا ابدا يا عمتي، البيت قدامك اهو، فتشيه. افتشه؟ لا انا هفتش الجاكيتة بتاعته. الجاكيتة؟ ايوه الجاكيتة. شريف اشرف يا صلاة النبي، ويطلع ايش شريف اشرف اللي بيخش بيوت الناس ده؟ معرفوش والنبي يا عمتي. ما تعرفوش لكن انا هعرف. عنوانه ضروري مكتوب على الكارت. ايوه اهو. لكن يا عمتي ما لكنش ولا حاجة، انا بكرة الصبح بدري هروح له البيت وارجع لك والسقط في ايدي. ايه ده يا اخي؟ كل واحد ما يقدرش ينام شويه. طيب 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 ايه هتكسروا الباب؟ اهلا. ايه اتفضلي يا ست زبد. اتفضل انت وناولني الاجره يا استاذ. ها؟ 5 اشهر متاخرين ما دفعتش اجره الشقه اللي متوياك، ولا بس داخل منفوخ وخارج منفوخ على راي المثل، مش لاقي تفطر وبتتعنطط. الله ايه ده كله يا ست الدولة؟ فلوسك وتاخديها على دار مليم من العين دي قبل دي. والنبي ايه؟ انا ما اتاكلش اوانطه، انا اعرف اخد حقي بدراعي. انا عامله العماره دي من شقايه وعلى جبيني. ان ما نزلت بدلك في المزاد كل بدله بنص ريال، ان ما نزلت قمصانك كل 10 قمصان بشلن، ما بقاش انا دولة بنت ام دولة. وليه بس كده؟ بقى بذمتك يا ست الدولة، أهون عليك يا دودو. زي ما هنت عليك يا استاذ. انت مش كنت موعدني انك هتتجوزني؟ تمام. استنك تمطوح فيا شهر ورا شهر لحد ما بقوا 5 اشهر، لا الاجره دخلت جيبي ولا انا دخلت ذمتك. بالعكس ده أنا عاوز أتجوزك، بس مستني لما أبيع القطن وأتلم على شوية فلوس أديكي فلوسك وبعدين أتجوزك. حلاوتك. لا اتجوزنا انا في الاول وسيب القطن يظهر على مهلك. لا مش ممكن، أنا راجل نزيه، مش ممكن أعمل كده يا أبداً. سيدي جيب واحد انا راضيه مفيش فرق. يا ستي مش ممكن، ما يمكن تيجي في يوم من الأيام تقولي لي أنا اشتريتك بفلوسي. ينادبني يتقطع لساني من لغنوه لو قلت الكلام ده. هو انا ليا فلوس وانت لك فلوس؟ مش المليان يفرع على الفاضي؟ يا سلام أنت ست رائعة، وعلشان كده خليتيني أشجع وأقول لك ايه؟ سلفيني 30 جنيه. من عينيا الاتنين يا جوز يا لوز. انا اقدر اتاخر؟ ما اقدرش. ادي ايه؟ 10. وادي ايه؟ 10. يا جاز الشيطان. وادي ايه؟ 10. يبقوا كام؟ 30 جنيه. حلاوتك يا حلواني. بس والنبي تفتكر الحساب عشان انا ما بقيتش. ما دققش الحساب ليوم الحساب. يا ختي مع السلامة يا روح الروح. مع السلامة روح موجتي يا باي كابوس. الو. ايوه شريف. صباح الخير يا ناس. خير ايه وهباب ايه؟ امبارح لما كنت عندي نسيت جاكيتتك وقعت في ايد النيابة. النيابة؟ ايوه النيابة يعني عمتي. طب وبعدين؟ يظهر انها هتجيلك النهارده وتخلص عليك، وعشان نثبت لها ان قصدك شريف لازم نتجوز بسرعة. انا خايفة عليك يا حبيبي. اطمني انا هزوغ من البيت قبل ما تيجي عمتك. باي باي يا روح. باي باي. الو. سيادتك الاستاذه النيل؟ امال مين يا فندم؟ البقاله تحت. طب من فضلك ممكن تقول للاستاذه النيل ياخد تاكسي ويجي لي على طول؟ انا شريف اشرف. العنوان 7 شارع عكاشه الدقي. مع الشكر. شكرا.
بقى ان انا راجل بعيد النظر؟ انا اول ما شفتك ليله امبارح عرفت على طول انك انت واقع في ورطه. هات ايدك هات. انا هطلعك من ورطتك زي ما تطلع الشعره من العجين. هو صراحة أنا مش في ورطة واحدة، ده أنا في 680,886 ورطة. انت لما تكون في مليون ورطه انا هطلعك منها. انا فاتح مكتبي لحل مشاكل الناس اللي بتحير الناس وتجنن الناس. هو برضو مش حضرتك ناس؟ ناس؟ قصدي يعني حضرتك واحد من الناس ولا سيادتك من فصيلة أخرى؟ طبعا من الناس، أمال هكون إيه، حيوان؟ يحتمل. إيه؟ عدم المؤاخذة، ما هو في ناس بيبقى شكلها شكل الناس ولبسها لبس الناس وكلامها زي الناس، إنما هم في الحقيقة مش ناس. برضه عندك حق، إنما أنا ناس. حلو، أنت متأكد؟ طبعا متأكد. إيه اتفضل. فين؟ ها؟ اتفضل. نخش بقى في المشكلة، اتفضل شاكل. شوف بقى يا سيدي، المشكلة الأولى اللي أنا عاوزك تحلها لي تتلخص في إنه في 3 ستات واقعين معايا لشوشتهم وأنا معشم كل واحدة فيهم بالجواز. شفت بقى إن أنا ما كنتش غلطان لما سألتك أنت إنسان ولا لأ؟ أنت ذئب. ذئب وإقطاعي. وبعدين معاك بقى. ما تاخدش بالك، استمر. المشكلة التانية بابا. إيه؟ عشمته راخر بالجواز؟ أنت باين عليك ابن حظ. وأنت باين عليك ابن إيه؟ ابن سبع. متشكر. ما أقصدش. نرجع للسبع. لبابا يعني. إيه حكايته؟ وصلني منه تلغراف إنه أيوة. هيوصل النهاردة ومعاه بطاطا. بطاطا؟ هو أبوك بخيل للدرجة دي؟ يعني مش قادر يجيب لك مثلا ديك رومي، كافيار، عجل يجره وهو جاي في ايده؟ يا سيدي مش بطاطا اللي انت فاهمها. لنفرض انها بطاطا محشيه لحمه مفرومه، اهي برضه بطاطا. يا اخينا بطاطا دي تبقى بنت عمي. بنت عمك اسمها بطاطا؟ بنت عمي اسمها بتاتا. اتفضل. وبعدين؟ بابا مصمم يجوزها لي لانها الوريثه الوحيده لعمي، هتورث 10,000 جنيه و50 فدان. في الحالة دي ما تبقاش بطاطا، دي تبقى شوكولاتة. انت دي مش تتجوزها وبس، انت تاكلها بنار الفرن، تاكلها بقشرها. ما انا ما اقدرش اتجوزها غير بعد ما تخلصت من ال3 ستات اللي انا قلت لك عليهم. اهو مثلا امبارح رحت سهرت عند واحده منهم، نسيت جاكيتتي، وقعت جاكيتتي في ايد عمتها. ولا يهمك، وتطلع ايه عمتها دي؟ عمتها؟ معلمه في المذبح، اسمها حميده زند السبع. اسم الله عليك. ولغتها كلها سواطير وسكاكين ومطاوي. لا دي حاجة ما تطمنش ابدا. السلام عليكم. رايح فين يا جدعان؟ الله، لا يا حبيبي، ههرب قبل الولية دي اللي اسمها زند السبع ما تيجي وتفترسني. انت مش متفق معايا هتحل لي مشاكلي؟ يزلم، احللك انت مشاكلك وانت تحل لي وسطي. ما انا هدفع الاتعاب. لا اتعاب ولا هباب، مستوره والحمد لله. لسه قابض 500 جنيه من عمي. ربنا يزيد ويبارك. الله يخليك. ما شاء الله. اتفضل استريح. طب انا كنت متفضل لا هنا. اتفضل هنا يا ابو من هنا. اهلا وسهلا. ازيك يا اخويا؟ اهلا بيك. ازيك انت؟ الله يخليك. اهلا وسهلا. ازيك انت؟ الله يخليك. اهلا وسهلا. اهلا بيك. الله يخليك. هنا اهو. متشكر. الله يخليك. تشرب قهوه؟ عشت يا فندم. الله يخليك. تشرب كركديه؟ متشكر، ربنا يحفظك. انت باين عليك انسان ذكي وعبقري. الله يبقى عقرك يا فندم، ربنا يخليك. وعلشان كده فكرت لحاجه عشان مستقبلك. مستقبلي؟ يا اخويا فكر في مستقبلك انت بلا خيبه. شوف يا حبيبي، الفلوس اللي في جيبك دي مسيرها تروح. تروح فين؟ لا مش قصدي كده. يعني هتفلس وبعدين هتقع في مشكله، هتعمل ايه؟ اجيب حد يحل مشكلتي. علشان كده انا فكرت اديك وظيفه عندي. وظيفه؟ وظيفه ايه؟ سكرتير عام. سكرتير عام؟ ليه حضرتك مدير شركه؟ لا. مدير بنك؟ لا لا. صاحب مصنع؟ لا لا. امال هتشغلني سكرتير فين؟ في المطبخ عندك؟ مطبخ ايه يا مغفل؟ انا راجل عندي اراضي وعندي عمارات ومحتاج لحد يلم لي فلوس شهريا. انا يا فندم خير من يلم لك. ايوه بس انا عندي شرطين. اشرط. الشرط الاول الامانه. من ناحيه الامانه اطمن، انا عليا ذمه اضيق من خرم الابره. الشرط الثاني لازم تدفع تامين 1000 جنيه. دي عوجه بقى، ما انت عارف سيادتك ان انا ما معيش غير 500 جنيه، اقبلهم وحياه النبي ربنا ما يحرمك بيه. مش ممكن، لازم تدفع 1000 جنيه تامين. يا راجل ده انت هتلم ايرادات كتير. انا في الغش انت بقى 500 ما انا فالك انت لسه فرصه. والنبي اعمل معروف، اقبل ال 500 جنيه. مفيش فايده، 1000 جنيه يعني 1000 جنيه. ابوس ايدك ما تقطعش عيش، 500 جنيه كويس والنبي كويسين حلوين اهو، استلم. والنبي بقى والنبي. انا هقبل 500 جنيه عشان خاطرك بس. ربنا يخليك. عن اذنك بقى هعمل لك وصل. وصل؟
لا يمكن بقى تطلع معايا راجل شهم شريف واخد منك وصف؟ والله ما انت كاتب حاجه. مستحيل، لازم اكتب لك وصف. يا راجل عيب، الله دول يزيدوا مش يخسوا. معايا كمان 15 قرش تاخدهم؟ لا متشكر، خليهم معاك. على العموم انا اشكرك على وضع ثقتك فيا. الله عيب، هو انا مغفل؟ لا يا عم، انت انسان نزيه، انت بتعرف المؤتمن من النصاب. الله سماهم على وشيشين. عن اذنك. استنى عندك. ما دام انا اشتغلت عندك ابقى انا الذي افتح الباب. تفضلوا. ميرسي ميرسي. الله، امال الاستاذ شريف فين؟ نقول له مين يا فندم؟ انا الترزي. تقدر تخش له يا ترزي. متشكر. ميرسي شريف. نهارك سعيد يا استاذ شريف. اهلا اهلا باعظم ترزي في العالم. وفزت يا استاذ، انا جايب لسيادتك البدله الجديده. متشكر. بس بقى اذا سمحت يعني تصرف لنا الفاتوره. طبعا طبعا، تعدي بعد ساعه يكون السكرتير بتاعي قبض الايراد من العماره يدفع لك. السكرتير بتاعك هو حضرته وما دام الاستاذ قال لك فوت بعد ساعه يعني هتاخد فلوسك بعد ساعه. ايه بس انا خايف يا استاذ لا تعملها زي عوايدك. لا اطمن اطمن. طب انا راجع بعد ساعه. السلام عليكم، راجع لكم بعد ساعه. مع السلامه. ايه حكايه لا تعملها زي عوايدك دي؟ لا ده راجل مغفل، اصله جاب لي قبل كده بدلتين طلعوا ضيقين رجعتهم له. طب وما قستش دي ليه؟ كبستك انا بقى، ما قستش دي ليه؟ ها؟ الصراحه انا عشان عندي بدل كتير ففكرت ان انا اديها لك هديه علشان يبقى منظرك نظيف قدام العملاء بتوعك. يا سلام، ونعمه ما فكرت. صحيح الدنيا دي فيها شهماء ولاد حللاء، يعني اقدر البسها؟ البسها وانبسط. الله يخليك. اهو كده عشان الواحد يبقى عليه القيمه، يبقى قدام الناس لابس كويس ولابس شيك. بس انا خايف الناس تتلخبط بينا وبين بعض في حكايه اللبس. طيب انا نازل دلوقتي رايح البورصه عشان اشوف الاسهم بتاعتي. لو جم اي حد من اللي عليهم ديون يبقى حصلها انت. يا سلام، وسيد مني يحصل لك، هترجع تلاقي فلوسك كوام 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 كوام. برافو برافو. على فكره اي فلوس تحصلها يبقى خد ال 10% عشان كمان. وهنا اوضه النوم تخش تلبس البدله وفي كولونيا عشان تتريح. لا لا، من غير كولونيا، انا ريحتي حلوه. باين 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 باين. ايه يا اخويا؟ لو النبي ريحتي حلوه. ايه يا سلام، يا ما انت كريم يا رب. وظيفه وبدله و10%. يوه دي ظبطت قوي. ابن حلال، قصرت عليا المشوار. يا فندم في خدمه؟ هو في خدمه اللي كونك تديني الفلوس النهارده؟ ما هو يا ال 25 جنيه اللي سحبت بيهم سجاير سيادتك تروح في داهيه وهي سيادتك. خلاص ما تبرطمش، اطلع يا من السكرتير فوق. اطلع له. خد هنا. نعم. هتفضل طول عمرك ليه الذوق؟ اظني هفضل استناك هنا. روح هات علبه زفت. كبيره ولا صغيره؟ كبيره طبعا يا هلا. اتفضل. هات. لكن القرف ما عندكش ذوق. اطلع له نص. روح. اقبض. فوق. سلام يا سلام يا واد يا وجيه، يا حلو الشمائل. ايه ده؟ ده ايه الوجاهه والحلاوه دي؟ دي كانها متفصله عليا تمام. اهو انت دلوقتي يا ولا يتقال لك الوجيه الامثل. هيا انت اللي عايز تفايلكم انت. ده لازم واحد من المديونين جاي يدفع فلوس. ايوه ديني جاي. حرام الله يستر فقط. هيك الله. ايه يا اخويا الزبون اللي عاوز يدفع الفلوس بالسرعه الخطيره دي؟ ايوه جاي لك يا ابني. يا بختك يا سي شريف، ده انت حظك فل قوي. اهلا. تبرعوا لمعونة الشتاء، ساعدوا إخوانكم الفقراء والمحتاجين. ادفعوا الزكاة عن أموالكم. ايوه بس احنا لسه دافعين اموالنا تأمين حالا. ساعد العريان، دف البلدان. طيب انت ابن حلال، الواحد ما دام عنده بدله جديده لازم يتبرع بالقديمه. عن اذنك، واجب عليا. تبرعوا لمعونة الشتاء، ساعدوا إخوانكم، من يقدم شيء بيداه التاه. هنيالك يا فاعل الخير. اي والله، هنيالي يا فاعل الخير.
اهلا وسهلا، حاجه كده على ما اسم. هات يا ابني لما نحط فيها لا لا ما تتحطش دي تنشال كده. شكرا شكرا والى اللقاء كل عام ان شاء الله. تبرعوا لمعونة الشتاء، ساعدوا اخوانكم الفقراء. تبرعوا لمعونة الشتاء، ساعدوا اخوانكم الفقراء. تبرعوا بسخاء، تبرعوا بسخاء، تبرعوا بسخاء بسخاء. سهلا، اهلا وسهلا. حلو قوي. دفعنا ما قبضناش، انما زي بعضه دفعنا في فعل الخير. ايه ده؟ نهارك سعيد يا حضرة. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. مش سيادتك برضه حضرة السكرتير؟ والوكيل العام. انعم واكرم. اكرم بيك ايه؟ انت تبع الراجل اللي مدروس لحم ده؟ لا انا الدخاخني صاحب دكان السجاير اللي تحت العمارة. ايوه بس يا ابني انا ما بدخنش. لا مش تدخين، ده الاستاذ شريف وهو نازل قال لي اطلع فوق اتفاهم مع حضرة السكرتير. بخصوص ايه؟ بخصوص مبلغ بسيط كده. يا اهلا وسهلا. اتفضل. اهلا وسهلا. والله قبضنا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا. اتفضل استريح. انا مستعد اريحك على الاخر. الله يريح قلبك، انعم واكرم بالناس الطيبين. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا حلو. حلو. الله. يعني ما هرش. ما بدهاش، هكلمه بالمفتوح. الحكايه وما فيها يا جناب السكرتير 25 جنيه وانا معذور عاوز المساعده. لا حول ولا قوة الا بالله. اسمع يا راجل انت. نعم. انا هساعدك بكل امكانياتي. هخليهم لك 20 جنيه. مبروك. خلاص. يا خبر اسود، هيخصم 5 جنيه حته واحده؟ طب ما تخليهم 24 معقوله. اما راجل فقر صحيح. اقول لك 20 تقول 24. زي بعضه، يعوض عليا ربنا. هو مين قاضي اللي عوض عليه ربنا، انا ولا انت؟ اما انك راجل تلم صحيح. زي بعضه، هات اللي تجيبه. ده بيقول لي انا هات. هات انت. ده باين له عاوز رشوه. طب يا عم انا مش هكسفك، هديك جنيه من المبلغ. جنيه؟ لا، ده انت عقلك بايظ خالص. ده انت من دقيقة واحدة كنت عاوز تدفع 24 جنيه، دلوقتي عاوز تدفع جنيه. ادفع ايه؟ ده انا جاي اقبض. تقبض؟ هو مين فينا اللي هيقبض؟ انا طبعا، لان ليا 25 جنيه عند الاستاذ بتاعك ضارب بيهم سجاير ومدوخنا عليهم بقالهم سنه. الله يطمن قلبك، بقى مدوخك على فلوسك. مش انا بس، البقال عاوز منه، المكواجي والجزار وكل اهل الحته عايزه منه. وهو قال لك تطلع تتفاهم معايا انا؟ قال لي اطلع فوق اتفاهم مع السكرتير هو يدفع لك. يدفع لك منين؟ هو خلى حيلته حاجه؟ لا ده انا باين وقعت مع جماعه نصابين. اسمع يا راجل انت ما تجمعش. لا ده انا اجمع واطرح واضرب واقسم وسطك انت وهو يا حراميه يا نصابين. ده انا هبلغ البوليس، هبلغ النيابه، هبلغ النيابه. النيابه. لما انت يا ابني هتبلغ النيابه انا هعمل ايه؟ قال ويقول لي اكتب لك وصله، اقول له لا، انا احب التعامل بالشرف. اديني ضاعت فلوسي وضعت انا ضحيه الشرف. يا حبيبي يا خرابي فلوسي. حاجه تجنن، دي باين عليها فلوس نحس يا اخي. الحقيقه بختك وحش يا شريف. حصان ينضرب في البوسط، تقولش سارقين الفلوس. معلش انت تعوض الشوط الجاي. يا رب. ايه رايك نمره 7؟ نمره 7 مش بطال، هدلك عليه والمكتمين عليه في الاسطبل. وناوي تلعبه؟ استنى لاخر لحظه واحط عليه فلوسي كلها قبل الجرس. السلام عليكم يا مليح حلامة. اهلا وسهلا. نعم. لا ناعم ولا خشن. اديني جيت اهو علشان تقبضني الفواتير القديمه وحق البدله الجديده زي ما قال الاستاذ شريف. الاستاذ قال لك كده؟ لا جاي انصب عليك. لا ده انا باين هخرج من هنا يا قاتل يا مقتول. انت هتهوشني ولا ايه؟ ولا امال ايه؟ طب طول بالك. طول بالي يعني ايه؟ وخرب النبي هقص رقبتك يا ابو ليل. يا اخي نعمل معروف، السلاح يقوى، نتكلم بالعقل. انتوا خليتوا في دماغي ريحه العقل. فلوس دخل الدم للركب. طب معايا 15 قرش تاخدهم؟ لا ال 15 قرش دول تلات اسئله وترن. انا حسابي 29 جنيه غير ثمن البدله الجديده اللي انت لابسها دي. اديني البدله حالا. يعني اقعد عيان؟ اقعد عيان متغطي، ده مش يا اخي نكتسب الدنيا بال. ده انا مالي. طب اشتغل على روحك بقى. الحقوني يا ابو ليل. اسمع، خد الشكلته وسيب لي البنطلون
اقلع يا راجل مفيش فايدة والنبي بطلون تقلعوا ما اقدرش اقلع اقلع ازاي الناس قاعده انا مالي انا ومال والنبي الناس. يا راجل والنبي والنبي حسن يا اخويا اقلع هو ايه ده انت ما عندكش ولايه عايز تلبس تفلقه زي اللي مسخنينك يا اخي ما وعيت ولا كنت خف البط في عينك لكن انا اتبرعت بالهدوم اللي معونة الشتا انت يا جدع يا بتاع المعونة انت يا راجل انت يا بتاع الشتا الله يخرب بيتك يا شريف قنديل 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 ورا فين زي فين ده؟ يخرب بيت ولا يكون سرق حاجه من الشقه. قنديل الله ايه ده؟ قنديل شرفت سيادتك يا مرحب ايه اللي انت عامله في نفسك ده؟ ماني مطلطش خلاص ده انا هخرب بيتك والنبي سيبني في حالي انا اللي هعيط. انت اللي هتعيط امال انا هعمل ايه؟ هغني ده انا هبقى مليون صوت فلوس يا حرامي فلوس قلت لك ابعد عني انا راكباني عفاريتي. اذا كان راكبك عفاريتك انا راكبني الشياطين والجن بيتنططوا كلهم جوه دمي. طب معلش روق دمك دمي هو انا بقى فيا دم؟ قال ايه؟ عاوز سكرتير يلم لك ايراداتك اللي بتلهفها من مخاليق خلق الله. فلوس يا حرامي فلوسي. بالعربي فلوسك طاروا. طاروا؟ ليه؟ هي فلوس نفاسه؟ فلوسك حطيتهم على حصان في السبق وخسرتهم. طبعا تخسرهم على حصان لانك واخدهم من حمار. فلوسي اللي خرب بيتك وتربى عليك الدنيا. ما اقدرش دلوقتي انا في ورطه ماليه وعاوزك تحلها لي. احلها لك يا اخي جاك حل عمودك الفقري. طيب ما تزعلش نفسك، فلوسك هتاخدها على داير مليم وعليهم بوسه وادي البوسه. لا اوعى ادهم لي وعليهم صرمه قديمه حتى. خلاص استنى اهو بابا جاي النهارده هاخد لك قرشين واديهم لك. طب احلف. وشرفي. احلف بحاجه كويسه. وشرفك انت تبقى ألعن. ايه ده؟ روح شوفين اذا كان حد من لسه اياها وزعهم. طيب يلا. وده معقول؟ اروح ازاي وانا لابس قط؟ ما بدل ما تقعد ترغي من الصبح كده هو ما كنت دورت على حاجه تلبسها. انت اديتني حاجه وانا ما لبستهاش، ما تشوف لي حاجه البسها ده الدنيا برد. طيب ايه انت في المخ دي؟ يا قوة الله الراجل ده بيك بوكت، ده خطر على المجتمع. يا ده انت يا راجل يا بتاع معونة الشتاء. هلو شاش. هلو ناهد. ايه انت كنت خارج ولا ايه؟ مش ممكن اروح اخرج وانا قلبي حاسس انك انت جايه. طمني عمتي جت؟ لا ما جتش. يبقى لازم بقى ما خلصتش شغلها من المذبح. احسن. المهم انت وحشتني قوي يا حبيبي. انت كمان يا حبيبتي. الله يا بوليس الاداب. يما القمر على الباب. لا ولا يهمك اتفضلي اتفضلي. هلا يستتلوا مفصلوا. سكم السنة باص خد بالك انه دي مشكلة من المشكلات اللي قلت لك عليها. هي بس دي مشكلة مشخلعة قوي. نص. مش كنت تقولي ان عندك حد يا شرشر؟ اصله حضرته يبقى يا اخي قدم نفسك وخلصني. حاضر. انا يا هانم الدكتور قنديل، اصل الاستاذ عيان شوية. سلامتك يا حبيبي. الله يسلمك يا حبيبتي. يا خسارة أنا كنت عايزة أنزل معاك عشان يشتري دبل للخطوبة. الحقني يا دكتور. لا شد حيلك ما تبقاش خرع. هو عنده إيه يا دكتور؟ مسكين داس على قشرة بطاطا وقع على رجله انكسرت. مسكين يعني مش هنقدر نخرج سوا النهاردة؟ مش قادر افرد طولي، انا هروح امدد نفسي على السرير. اسندني يا دكتور. يلا يا اخوي اسندني. لا شد اسندني حيلك والنبي يا بساعده. اسندني. اسندني. وزعها بسرعة قبل ما يجي بابا. طيب يا سيدي امر لله، اتخمد انت وانا هعمل لك اللازم. طيب يلا يلا يلا. لا حول الله، مسكين قوي ده حالته صعب خالص. في الحقيقة ده بختي أنا يا دكتور، أنا اللي حظي وحش.
كل ما ننوي نكتب الكتاب لازم تحصل حاجه تعطله. لا ده انت حالتك كمان اصعب منه يا بنتي، كل تأخيرة ولها خيرة. بالعكس انا خايفه جدا من التاخير، احسن بعدين يغير رايه وساعتها مش عارفه هبقى اعمل ايه مع عمتي. يعني انت متمسكة بجوازك من الأستاذ شريف؟ ده كل امالي واحلامي يا دكتور. حس كده انا هخدمك خدمة كبيرة لوجه الله، هحللك مشكلتك انت رخرة. ازاي؟ اسمعي، انت تروحي تجيبي دبلتين وتجيبي المأذون في ايدك وتنك جاية جري، وانا اخليه يتجوزك غصب عن بوزه. صحيح يا دكتور؟ الله، يلا اتكل على الله. انا مش عارفه اشكرك ازاي. ابوسك؟ لا من غير بوس ولا حاجة، المسألة ما تستاهلش. انا خارجه وراجعه حالا. هوا إن ما فرقت عليه الدنيا يبقى ده الله. هو فين يا خوي؟ انت يا سيسي. بسم الله الرحمن الرحيم. هو سايب باب الشقه مفتوحه على البحر كده ليه؟ ودي تطلع مين دي؟ نعم يا ست هاني. يو خضيتني يا منيل على عينك، انت ايه حرامي؟ حرام ايه يا ولية، انت ما تحسني ملافظك. امال ايه اللي دخلك شقه الاستاذ شريف؟ اصل انا ابقى سكرتيره. سكرتير؟ ولابس كده ليه؟ هتعدي المانش؟ مانش؟ لا ده انا اصلا كنت بلعب رياضه. الفتحاله بدل ما يجيب له سكرتير رياضي يدفع قبل اللي عليه. ليه حضرتك تبقي بتاعت النور؟ لا انا صاحبة العمارة يا اكسلانس، عايزة الاجرة المتأخرة عليه. يا نور النبي. فين هو الاستاذ شريف؟ انا عايزة ارسيلي على حد معاه، انا الفار بيلعب في عبي من حكاية جوازنا هتتم ولا لا؟ خايفة يطلع نقبي على شغلنا. حلو. وحضرتك متفقة مع الأستاذ شريف على الجواز كمان؟ يوه يا ندامة، تبقى لا الأجرة ولا جواز كمان؟ لا ما صحش أي حاجة من الاتنين تسد. هو راح فين دلوقتي؟ راح مشوار وجاي حالا. خلاص أنا كمان هقعد هنا، هبلط لكم في الخط، مانيش منقولة لما أشوف لي حل معاه. ليه هو حضرتك عاوزة تعملي عليه حجز تحفظي؟ ما هو حاجة من الاتنين، يا الفلوس على داير ملين والمتأخر، يا الجواز اللي مشمول بالنفاذ. يعني يفهم من هذا انك متمسكة بجوازك من الأستاذ شريف؟ هعمل ايه؟ اسمتي الحب بلا. يا اخي جاتك البالة. اسمع ما اقولك، طيران تجيبي مأذون وتيجي وانا هخليه يتجوزك رغم بوزه. انت بتتكلم جد يا منجم ولا بتوزعني؟ يا شيخ اتكل على الله. خلاص هروح للمأذون واجيبه حالا. عن اذنك يا اقرع. اقرع؟ ايه حد تاني؟ ده انا يا مغفل. ها طمني، خلاص نزلت؟ هي مين؟ هو في حد تاني جاي غير ناهد؟ ناهد. ناهد والولية صاحبة العمارة. إلك عرفت تخلص منهم؟ وخلصك من أبوهم كمان. برافو عليك، ده أنت مش قنديل، ده أنت عنتيل، وعلشان كده هزود لك مهيتك. أنت بتاخد كام؟ والله يا أستاذ أنا لحد دلوقتي دافع مش واخد. معلش ولا يهمك، أنت عارف فلوسك هتاخدها على دار المليم وعليها بوسك. والله انت كلك نظر، ادي انت شايف المصايب والبلاوي اللي انا بخلصك منها. عيب يا قنديل، ده انت دلوقتي اصبحت دراع اليمين، وعشان اثبت لك معزتك عندي خش نقي احلى بدله تعجبك من جوه وتعالى نتكلم في المشاكل اللي جايه. اوه ميرسي اهي كده. تعالى شوف الوجاهة يا ولد. يعني ما تلاقيش غير احسن بدله عندي؟ يا سيدي ضيفها على الحساب. زي بعض مش خساره فيك. يلا بينا. نروح فين؟ نروح نتهوى شويه. نتهوى؟ انت ايه؟ اتضايقت مني عاوز تزحلقني ولا ايه؟ بشر، هو انا قليل الاصل؟ انا لا يمكن انسى خدماتك يا قنديل. وما تنساش كمان الفلوس اللي عليك. ما قلت لك فلوسك هتاخدها على دار مليم وعليها بوسك. اتفضل. عاجبك كده؟ قلت لك نروح نتهوى يا راجل. اتفضل اتصرف. ولا يهمك، والله لما يكون العنتيل مش هياخد في ايدي غلوه واحده عن قزنك. ربنا يستر. المصايب لما تطب كلها مره واحده. انا عايزه ادخل شنب هنا. شنب؟ لا يا اختي انا ماليش شنب، صاحب الشنب جوه. انا هطربق البيت على اللي فيه، انا هخليها لكم عتمه. ايه في ايه يا هانم؟ هانم؟ انا مش هانم يا روح مامتك، انا المعلمه حميده بنت السبع فتوت الماده على سن ورم. اهلا وسهلا. سلام عليكم. تعالى هنا، رايح فين وسايبني؟ هو يا
اختي ده هم مالهم عمالين يتلاقوا زي التعابين. مين فيكم شريف؟ رد حالا انت وهو. هو عليا الطلاق ده هو. ما اسمع ما اقول لك تمحك تضحك تمهزر، انا ما باكلش بالكلام ده. انا جايه هنا مستلهفه على مقابله شريف. قولوا لي هو مين فيكم الاحسن؟ هطيح فيكم انتوا الجوز. ما سيبني بقى امشي اعمل معروف احسن المسألة تخنت قوي. انت مش عاوز تتلم على فلوسك؟ خلاص انت شريف، عن اذنكم. انا شريف زي بعض. قلت لي بقى ان حضرتك شريف. وي تقدر تقول لي بردعت مين دي؟ انت لقيتيها فين دي؟ في الموقف اللي كنت فيه، في شقة بنت اخويا ناهد. يا صلاة النبي. دلدل رقبتك وسد ودانك وطلع لسانك وقول على روحك يا رحمة يا رحيم. وبعدين في الولية ورك الكلب دي، افهميني، انت مش شايفة ان البردعة دي اصغر مني؟ تقصد ايه يعني؟ اقصد اقولك ان دي بردعة جحش، انما انا حمار. طيب امنا بكده. امال بقى الجواب ده يبقى بتاع مين؟ اهي ده بقى اللي ما كنتش عامل حسابه. اقرا على روحك الفاتحة، انت هتتوفى خلاص. انا؟ تستنطح حميدة زند السبع يا اخي قوي، تستحمر حميدة زند السبع يا اخي قوي. وانت فكرك ان انا مستغني عن عمري يا اخي؟ الحقوني الحقوا فيا، اديله ورايا. هتروح مني على فين؟ تعال هنا. هو راح على فين؟ جاي من هنا يا معلمه. طب يلا وراه، اجري بسرعه. وقعت ولا الهوا رماك؟ وقعت في طولك، لا في عرضك عشان انت مالكيش طول. نهارك زحل باذن واحد احد. تعال هنا. انا ماليها الذنب والنبي. مفيش فايده، انت اللي لا يا تبات قتيل يا تبات عريس. ابات قتيل؟ اتشاهد بقى على روحك. وعلى ايه؟ انت مش عاوزه تجوزي بنت اخوكي لصاحب الجاكيته؟ خلاص تعال نروح للمأذون ونجوزها له. اطلع قدامي. حاضر. اهلا وسهلا. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. ايه رأيك في عروستك بقى يا شريف؟ حلوة قوي يا بابا. بطاط، ايه رأيك في عريسي؟ حلوه من وشك يا عم. شايف يا شريف؟ بطاطا حلوت وبقت محسلة قوي. نار الفرن يا ولد. امال فضلة خيرك يا بابا. ولا يا شريف، مالك مكلضم كده ليه من ساعة ما جينا؟ ما تنفرد وتلاقي عروستك حبتين، ولا يعني وشك كسوف قوي؟ يمكن مش واخد عليا يا ابوي. لا فشل يا بنت عمي، انا هلاقي احلى منك فين؟ يسلم لخشمك يا ولد عمي. يا بطاطا بتاعت سيدي جابر انت. اللي توكل ايه؟ طيب عن اذنكم بقى مغسل وشي انا من تراب السفر وارجع بسرعه عشان نتكلم في ترتيبات الفرح. خد راحتك يا بابا، مش ضروري استعجال. مش ضروري استعجال ازاي؟ ده احنا نزلنا من القطر على المأذون على طول وقلنا له يجي هنا علشان نكتب كتاب بطاطا ونخلص. طب وليه الاستعجال ده يا عمي؟ مش برضه تاخد رايي؟ وناخد رايك بقى على ايه؟ اوعى اكون شايف لك شوفه ولا ناوي تحمرك. لا ابدا ابدا يا عمي. هو الأستاذ شريف مش موجود؟ موجود، اتفضل. ناهد عن اذنكم. شريف حبيبي، أنا جبت الدبل والمأذون زي ما قال لي صاحبك الدكتور. عبالها الملعون. ها؟ دبل ومأذون؟ انت تبقي مين يا ست انت؟ خطيبته، عروسته. هو شريف هيتجوزني على طول بيه؟ يتجوزك ايه يا بتاعت نبين زين انت؟ شريف مش هيتجوز غيري. يا جماعه طولوا بالكم لما نفهم ايه الموضوع.
على نور النبي. شرفنا، انا جيت وجبت معايا المأذون عشان يكتب كتابنا يا حبيبي. مأذون اللي انت جايباه ده العادي، محدش هيتجوز شريف غيري. هي مين؟ انت بتخرفي؟ انت مجنونه ولا ايه؟ ده خطيبي ومن نصيبي. ايه؟ لا النبي اسمع، انا بنصحك، فاهم ولا لا؟ هنسفك. ماما باي، حسارك حمارك، والله ما حد متجوزه غير بطاطا، لازم اشرب من دمهم. اهو قدامك اهو. يا استاذ، انت هتتجوز نهد بنت اخويا؟ انت وهي ما حدش متجوزه غيري. لا انك انت وهي، والله ما حد متجوزه غير بطاطا. الذي أتى بكما إلى هنا وكيف تتعديان على اختصاصي وأنا مأذون الخط الذي سيكتب الكتاب. أما يا شيخ محمد فلقد استدعيت على عجل وتركت أعمالي وامتطيت البسمة وحضرت إلى هنا ولا بد من أن أكتب. كلا يا شيخ عتريس، دعكما من هذا النقاش لأنكما لن تتمكنا من كتابة هذا الكتاب، وسأقوم أنا بهذه المهمة رغم أنفكما. في ايه يا استاذ قفاع؟ عاملين عقلكم بعقل بعض مش عيب؟ ماذا؟ ما تمزمش. عريسك عاوزين يخطفوه. مش معقول، شريف بيحبني وهيجوزني. طب الحق بقى قبل ما يذبحوه. يا اخواتي محدش يشوف لنا حل للمشكلة دي. وخرج أنديل من منزل شريف بعد أن فقد الأمل في أن يعمل معه ويأس من الحصول على نقوده. وبعد أن أضناه السير بحثا عن العمل استطاع أن يلتحق بوظيفة مؤقتة في جراج عمومي. استنديل. ايوه يا معلمي. اخويا. ايوه يا سيدي. العربية تتغسل كويس، عايز استلمها الصبح زي البنور. على عيني وراسي، اترقع انت بس بالسلامة. السلام عليكم. مع السلامة يا اخويا، اهلا وسهلا. اهلا، مساء الخير. اهلا. ياه المية ساقعة قوي، لا بلاش نغسلها بقى بكرة الصبح لأن العربية تاخد زكام ولا حاجة. أما أخش أنام، حكم أنا ما بستريحش غير في الشيفروليت. الله، ياه. يا ماما، يا صلاة النبي. ليه يا ابن الايه يا غني يا ولد؟ ايه ده؟ كمال صادق، مدير عام شركة الفضاء الخارجي. حلوة قوي.
حضرته كان سهران وسكران، وقعت منه المحفظة من غير ما يحس. يا رب يحس على دمه ويديني حاجة ساعة ما اوديه بالمحفظة. يا رب يا رب. العواف يا ابني. اهلا وسهلا. من فضلك هنا شركة الفضاء الخارجي؟ لو حضرتك ما بتعرفش تفك الخط. لا يا ابني بفكه. يبقى لا مؤاخذة يا والدي لازم ما بتشوفش. لا بشوف. ولما انت بتشوف وعينيك مفنجله ويندب فيها الرصاص ما تقرا اللي على اليافطه وما فيش داعي للسؤال. طب يا ابني حلمك الغريب اعمى ولو كان بصير، تشرب سيجاره؟ لا. الحمد لله، اصل انا كمان ما بشربوش وما معيش. سؤال زكة عنك وعن عفيفك. وبعدين بقى في قلبان الدماغ ده يا حبيبي، انت مش شايف ان انا بشتغل؟ نعم افندم، عايز ايه؟ يلزم خدمه، اقول اهلا وسهلا اتكلم. لا مؤاخذة يا ابني، هو الاستاذ كمال صادق بيشتغل هنا؟ الا بيشتغل هنا دي يا حبيبي، ده صاحب الشركه. كده؟ طب ممكن اقابله؟ ليه؟ اهو ده اللي ما اقدرش اقول لك عليه، لان ده سر بينه وبينه، ولازم تخليني اقابله، وان ما قابلتوش يبقى ذنبك على جنبك، لانك لو ما خليتنيش اقابله ما انتش هتقبض اول الشهر، ولازم تفهم. وعلى ايه الغلبه دي كلها؟ اتفضل يا اخويا قابله، اتفضل اتفضل يا حبيبي، اتفضل. شكرا. اتفضل. سأتفضل سأتفضل. سعيد مبارك. والله يا فندم انا جاي لك لمسألة مهمة جدا، تسمع؟ مين المغفل اللي دخلك هنا؟ ده انا. انت؟ ايوه. وانت تطلع ايه بقى وعايز ايه وغير ايه؟ مش انا اللي عاوز، حضرتك اللي عايز. لا يا سيدي. والله. وعاوز منك ايه بقى؟ اما انا جايب لك مبلغ خطير جدا، فلوس فلوس. على حضرتك يعني جاي تشتري قطعة أرض في الفضاء الخارجي. اتفضل يا سيدي، اتفضل 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 اتفضل. يا سلام. اتفضل يا أستاذ اتفضل. ده مشروع عظيم جدا هيكون له مستقبل باهر يا أستاذ. أنا عندي لك حتة ناصية عظيمة جدا. الناصية دي أنا كنت حاجزها لنفسي. لكن بقى ما دام أنت أول زبون ينفع الشركة، أنا ما عنديش مانع إطلاقا أتنازل لك عنها. ودي المتر بتاعها بكام؟ لا والله ما فيش بينهم وبين بعض تكليف أبدا. ممكن يعني أشوفها؟ أنا الاثنين أنا عندي الرسم بتاعها. لا رسم مين؟ أنا عاوز أعاينها على الهوا. على الهوا. طيب ما دام كده بقى زيادتك تدفع عربون وانا اكتب لك العنوان وتروح انت تعينها بنفسك. ودي الواحد ياخد لها ترماي نمرة كام؟ ترماي ايه يا استاذ؟ دي تاخد لها صاروخ يا محمدي. وده بيقوم من ايه؟ من العتبة الخضراء؟ كل شيء هقول لك عليه، بس ايدك بقى اولا على العربون، لان دي اسرار شركه عالميه وانا ما اقدرش ابوح بالاسرار دي الا بعد التاكد من شخصيتك. والعربون ده كتير؟ لا ابدا، يا دوبك 500 جنيه. بسيطة جدا. خد. هما فين؟ في ايدك. مفيش ايدي حاجه ابدا. يعني انت بعت لي حاجه؟ ده انت بايع لي الهوا. اتفضل غور من وشي، اتفضل غور من وشي. يلا. لا. انت عايز ايه؟ انت اللي عاوز مش انا اللي عاوز. انا اللي عايز؟ ترى لم. دي محفظتي. محفظتي هي تمام انا عارفها كويس قوي. طبعا يا فندم الدم يحن. دم يحن ايه يا نصاب يا حرامي يا نشال؟ يبقى انت اللي سرقت المحفظه. انا اللي سرقتها بقى، ده جزات المعروف. لا معروف ولا متلوف، انا هبلغ البوليس. تبلغ البوليس ليه؟ الله. وانا لو كنت حرامي كنت جبت لك المحفظه. انت بقى اللي ما انتش عاوز تديني حاجه، مع العلم قانونا لازم تدفع لي 10% من محتويات المحفظه. اعمل معروف اديهم لي بقى، احسن انا راجل غلبان وخالي شغل. خالي شغل وخالي اكل وخالي سكن وخالي كل. طب اسمع بقى. نعم. انا بدل ما ادي لك مكافاه هشغلك عندي. وهتشغلوني ايه؟ بياع الهوا؟ لا 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 لا، هوا ايه؟ انا هشغلك وكيل شركه الفضاء الخارجي للتجاره العالميه. بس هل انت كفء لهذا المركز؟ كفء أوي يا فندم، انا طول عمري عايش في فضاء خارجي وفضاء داخلي. ده عظيم جدا، بس في شرط للوكيل المطلوب. اشرط. أن يكون هذا الوكيل أعمى أطرش أخرس. وده هتنيلوه بإيه في الفضاء؟ يا أخي أنا قصدي أن يكون سلس الانقياد، مطاوع، كتوم، ما يخالفش الأوامر أبدا. إذا قلت له نفسك البحر؟ لا، من ناحية الطمن يرمي. الشمس طالعة؟ البدنجان أحلى من التفاح؟ أحلى، ولو إن أنا ما دقتش التفاح. يعني بالاختصار عاوزين وكيل حماية. ده تقريبا. أنا بقى يا فندم الوكيل المطلوب. ده عظيم جدا. الله يخليك يا فندم. أيوة يا روحي. أنت ما جيتيش ليه؟ ده أنا مستنيكي من الصبح. مش هقدر اجيلك النهارده، بابا مش عايزني اخرج. طب والعمل؟
اشوفك بكره يا حبيبتي. لا، لازم اشوفك دلوقتي. حصلت حاجات كتير لازم اقول لك عليها. اسمع، تعالى عندي هنا العياده، بابا هيكون مشغول مع زباين مش هياخد باله. فين القهوه يا ليلى؟ حاضر يا بابا. سعيده بقى احسن بابا بينده عليا. اوعى تتاخر، انا مستنياك. طيب يا روح، انا هجيلك حالا، ولو ان ابوك المره اللي فاتت كان هيقفشني. ها ربار يا حبيبتي، ربار. شو بقى يا اخ؟ انا لازم اعمل لك اختبار عملي عشان اثبتك في يا الوظيفه. فندم اختبر زي ما انت عاوز، مش هتلاقي احمر مني ابدا. ده عظيم جدا، انا كل اللي يهمني الطاعه العمياء. يا فندم انا تحت امرك، هتلاقيني من ايدك دي لايدك دي. لا كويس قوي، انا هخش اغير هدومي واجي اخدك معايا مشوار صغير قوي كده. اتفضل يا فندم، اتفضل. طيب شاطرة شاطرة يا ليلى يا حبيبتي. اتفضلوا. اقعدي اقعدي يا ليلى يا حبيبتي. اشرب فنجالك علشان اقرا لك فالك وتعرف مقدما ايه اللي هيجرى لك. حق يا استاذ شحاتة، فنجلك ما يوقعش الارض ابدا. طبعا الاستاذ باعه طويل في علم الفلك وتحضير الارواح. هذا من فضل ربي يا دكتور. ولا تفسيره في الاحلام، عمري ما حكيت له على منام وفسره ولا طلعش تمام. انت مغرقنا بافضالك، مش عارفين نرد لك جميلك ازاي. يلزمكش نص طقم اسنان؟ والله هو نص طقم صالون يكون احسن. من عينيا الاتنين، غالي وطلب رخيص. انما ما قلتليش نعم. ايه اللي شفته في الطالع بتاع بنت ليلى وعريسها اللي جاي؟ نعم يا سيدي، لقد ظهر ان العريس المذكور مولود في برج الجدي، والعروسة الننوسة مولودة في برج الحمل. شوف ازاي. حمل ايه؟ يعني ايه؟ ما فهمناش حاجة. معنى ذلك يا سيدتي أن الأمزجة متبادلة والدم متوافق، لأن هنالك صلة تقارب وتعاطف بين البرجين، وعلى ذلك فالطالع سعد ويمن، والزيجة موفقة بإذن الله، وسيعيش العروسان في تبات ونبات، ويخلفان صبيان أند بنات. حلو. اعملي حسابك بقى يا ليلى، بكره عريسك جاي يتغدى معانا. انت ليه محكم رايك اني اتجوز الراجل ده؟ ده لا شاب ولا شيك ولا حلو، ده اكبر منك يا بابا. اكبر مني اصغر مني ما يهمش. هو هيتجوز ولا هيروح الجهاديه؟ يا بابا ده سن مش مناسب لسني ابدا، ده عجوز خالص. يعني لو اتجوزته مش هعيش معاه كزوجة، هعيش معاه كممرضة. وماله؟ هو انت احسن من الستات اللي بيتطوعوا في الهلال الاحمر؟ لكن يا ماما دول بيأدوا خدمة انسانية. اعتبريها جوازة انسانية. أنا من رأيي إن الراجل يتوزن بميزان الذهب مش بميزان الشباب والحلاوة. يا سلام يا استاذ على الحكم. والعجوز زائد 100 فدان يساوي بدر التمام. اكزاكتلي. وقمر زائد فقر يساوي أحدب نوتردام. لا، ده انتوا لازم انتوا الاتنين متفقين مع بعض عليا. خش على العيادة، زمان الزباين هلوا، وانا مستني يشوف لي الفنجان ومحصلك. اقدر بس اعرف ايه الشقة اللي سيادتك جايبني فيها دي؟ دي عيادة طبيب أسنان. ليه؟ هتسنني؟ اسمع بقى. نعم. الأسئلة ممنوعة، والطاعة العمياء إذا كنت عايز تاكل لقمة عيش. عندك حق يا فندم، من هنا ورايح هتلاقيني عمي صم بكم زائد الطاعة العمياء. أهو كده. كمال اهلا وسهلا. ازيك يا ليلى؟ الحمد لله. احم احم. يا خبر، هو في حد معاك؟ ايوه. خد حريتك وشوفي شغلك. ده معايا، ما تاخديش بالك منه. ما تاخديش بالك مني، انا اعمى واطرش واخرس. طب مش تقول؟ قلنا. ليلى بقى اهون عليكي، يومين بحالهم ما شفتيش فيهم يا حبيبتي. اعمل ايه يا كمولة؟ غصب عني. كمولة؟ حلو قوي، ده اول مرة في حياتي اشتغل الشغلانة المهببة دي. تعرفي انك وحشتيني قوي. وانت كمان وحشتني خالص. كمال، انا في كلام كتير قوي عايزه اقوله لك، بس خايفه لا بابا يطب علينا. وتخافي ليه؟ قنديل يقف هناك لما يشوف بابا يجي ينبهه. يلا يا قنديل. اسف، شغلانة المنبه دي خارجة عن الاتفاق. حضرتك بتعارض؟ هي دي الطاعة العمياء؟ يا فندم الطاعة العمياء حاجة والغفلة العمياء حاجة تانية. طب تعال. نعم. اقف هنا اهو وتاخد بالك من اللي جاي، والا. لا يا فندم، من غير والا. هاخد. يلا.
احكي لي بقى يا روحي، كلام ايه اللي انت كنت عايزه تقوله لي؟ خلي بالك يا حنفي، ابوها جاي. يا خبر زوغ بسرعه بابا. ازوغ ايه؟ انا هستقتل النهارده. والله يا انسه، هو الدكتور مش موجود النهارده ولا ايه؟ أنا موجود يا فندم. أهلا وسهلا. مين فيهم اللي جه في الأول؟ دكتور والله ده الوكيل بتاعي ودرسه بيقلمه وجايبه لك عشان يخلعه. درس ايه اللي انت جاي تقول عليه؟ الطاعة. درس الطاعة خلعته من زمان، ما فاضلش عندي غير درس العقل. ما تخافش يا شاطر. تعالى معايا قبل ما يزيد عليك الألم. يلا مالي يا قديم، ده الدكتور ايده خفيفة قوي مش هتحس بحاجة أبدا. يلا. يا راجل يا راجل، حس انت على دمك، ده انا دروسي زي الحديد. عرفت بقى انك ما تنفعش في شغلة الوكيل؟ هو انا ما ابقاش وكيل الا بخلع الدرس؟ اسمع بقى، ما تضيعش وقتي. انا اشترطت عليك الطاعة العمياء. يا تتفضل ما تورينيش وشك، يا تخش تطلع درسك. امري الى الله. اخلع درسي احسن ما يتقطع عيشي. يلا يلا. اتفضلوا. استريح هنا. مش باين لها راحة ابدا. تذكرة الكشف مع حضرتك؟ لا والله لسه ما خدش. عن اذنك اجيبها من الموازير واجي حالا. بالعجل. ايه هتاخد لي دقني؟ لا، درسك وانت الصادق. يا سلام، ناس تحز نفسها وناس تخلع درسها. يلا بقى يا شاطر افتح بقك علشان ابنج لك اللسه. مش ممكن تبنجني بنج كلي؟ لا، المسألة ما تستحقش. ده مش هتشعر بحاجة أبدا. اتفضل بقى شاور لي على الضرس اللي عايز تخلعه. يا سيدي ما تدقش، نقي الضرس اللي يعجبك واخلعه وخلصنا. دمك خفيف قوي. يلا بقى يا شاطر شاور لي على الضرس اللي بيوجعك. يعني مش ممكن تخلعوا لي من الظاهر؟ بقول لك دمك خفيف. يلا بقى ما تعطلنيش احسن مفعول البنج يروح. امري لله، بس بشوش والنبي يا دكتور. ما تخافش. ده اللي بيوجعك ولا ده ولا ده؟ والله علمك، احسن حاجه تقول حادي بادي شال وحط وكله على دي وبعدين تخلع. لا، دي شغلانه. اول مره يورد عليا زبون بالشكل ده. يا حبيبي قول لي فين الضرس اللي بيوجعك وخلصني. اذا كنت مصمم اخلع لي الضرس التاني اللي على ايدك الشمال وانت داخل. ما تقول كده من الصبح. ولا استنى، اخلع لي الضرس التالت اللي على ايدك اليمين احسن. وبعدين معاك مش ترسيلك على ضرس التاني اللي على الشمال ولا التالت اللي على اليمين؟ ممكن افكر شويه؟ يا ابني خلصني بقى، خليني اشوف شغلي. خلاص، اخلع لي الضرس التالت اللي على اليمين ما دام ايدك بتاكلك على الاذيه. مش هتغير رايك تاني؟ لا تاني ولا تالت، اهو كله ضرس. توكلنا على الله. مسكين، تعرف انه صعبان عليا قوي. اعمل ايه يا روحي؟ ما دي الطريقه الوحيده اللي قدرت اعملها عشان اقدر انفرد بيكي شويه. لكن انا ما لحقتش اقول لك على حاجه. يا حبيبي قول لي اخر الدرس ايه؟ يا ضحيه الطاعه العمياء يا حبيبي، يا انا عمري ما اشتكيت منك يا دروسي ابدا. ايه الهوسه دي بقى؟ ايه ده؟ تقطع منها مندبه على حته درس لا هنا ولا هناك؟ وريني يا اخويا اخلع لك الدرس، وريني. اتفرج يا استاذ على الفضاء اللي حصل في بقي. وريني يا سيدي وريني. لا يا حبيبي مش هو ده الدرس اللي بيوجعك. وريني افتح بقى. اعتقد ان الدرس اللي هناك ده هو اللي بينبح عليه. اللي هناك فين؟ في شبرا؟ لا اللي في بقك. ايه يعني عاوز تخلع لي درس تاني؟ والله بقى يعني اذا كنت عايز تنجح في الاختبار وتاكل لقمه عيش حلوه. واكل عيش ازاي بعد ما خلعت لي دروسي؟ خلاص بقى هشوف لي واحد وكيل غيرك. اتفضل يلا ما تعطلنيش. يلا وايه اللي اتفضل؟ وانت يعني تبوظ كل بقي وبعدين تقول لي اشوف واحد غيرك؟ اتفضل شوف ايه اللي انت عاوز تخلعه وخلصني. اهو كده الطاعه العمياء. يظهر ان من مؤهلات شركه الفضاء ان الواحد بقه يبقى كله فضاء. اتفضل. هشوف لي واحد وكيل تاني غير. لا انا هسيبك للزمن يا راجل. خير
في ألم؟ في نزيف؟ لا، في خلع ضرس تاني. ضرس تاني؟ ايوه يا دكتور. اصل سيادتك خلعت له ضرس غير الضرس المطلوب. وعايزين ايه دلوقتي؟ عاوزين المطلوب وتخلعه. بس افتكر لازم نأجل الحكاية دي شوية، لأن خلع ضرسين ورا بعض حاجة مؤلمة. يا سيدي وجع ساعة ولا كل ساعة، أنت مش عاوز تاكل عيش. على فكره يا دكتور، تذكره خلع الضرس الاولاني اهي، وهجيب لي سيادتك حالا تذكره خلع الضرس الثاني. استنى، ما تسيبنيش يا حلو. قبل ما تمشي وري للدكتور الضرس اللي بيوجعني. غريبة، ومين فيكم اللي هيخلع الضرس؟ موا. يبقى ازاي هو اللي هيوريهولي؟ اصلك ما انتش فاهم الموضوع، هو عاوز يخلع لي الضرس اللي بيوجعه هو. انا عمري ما ورد عليا حالة بالشكل ده. وريني يا سيدي الضرس اللي بيوجعك اللي هخلعه لجنابه. اظن يا دكتور يبقى هو ضرس العقل. عقل؟ يا نهارك مدوحس، ما انا عارف انك بتحرب على جناني. وهتزعل نفسك على ايه؟ بلاش. ايه؟ بلاش مين؟ شوف شغلك يا دكتور، اخلع يلا ضرس العقل ضرس القلب عشان نرتاح بسلامته. على اذنك يا دكتور. اتفضل انت بقى. وريني يا سيدي الضرس اللي بيوجعك. لكن انا شايف ان ضرس العقل سليم. هو حد خد رايك؟ واحد عاوز يخلع ضرسي، انت تعبان ليه؟ حق عليا، ما تزعلش، انت الجاني على بقك. انا قتيل الطاعه العمياء. ايه ده؟ العده اللي هخلع لك بيها ضرسك. يا لهوي، ليه؟ انت هتعتع المجمع؟ ده ضرس يا دكتور، والله العظيم ضرس. ما انا عارف انه زفت، لكن جذوره زي الخابور المسلح، عايزها فتح وهدم وطربقه. طربقه يا سيدي طربق، ده هي الطربقه على نفوخه. شفت يا كمال ازاي بابا عايز يحرمنا من بعض؟ العيله دي مساله خطيره جدا، وده لا يمكن يحصل ابدا، وانا مستحيل اسكت على كده. طب هتعمل ايه؟ اسمعي يا ليلى، انا جاتني فكره جهنميه هتضع ابوك امام الامر الواقع وترغمه على جوازنا من بعض. ايه هي؟ ايوه هقول لك. ايه ده؟ دي حاجه تجنن. هو الواحد يخلع له ضرسه تاني؟ طب والنبي مسكين. والله العظيم ده احنا اللي مساكين. ابوك ده ايه ديزل في خلع دروس؟ وتدينا فرصه بس عشان نقدر نتفاهم شويه مع بعض. يا نفوخي يا احمد يوسف، يا نفوخي يا نفوخي. تعالى رايح على فين؟ رايح استلم الوظيفه. يا سيدي طول بالك شويه. اطول بالي امتى؟ اذا كنت نجحت في الامتحان وفي الملحق. لا صحيح، لسه فاضل ملحق صغير قوي. ملحق صغير؟ ايه هو الحقني بيه؟ يعني سنه ولا ناب صغير تثبتك في الوظيفه على طول. يلا ثبتت في نار جهنم. هي اللي بينك وبين مقصوفة الرقبه دي يا جدع تطلع على اسناني انا اسناني دي عملت لك ايه؟ عضتك خبرتك يا جدع انت ما تبص علينا الشغل. شغل؟ المغازله اللي بينك وبين المنجوزين دي بتسميها شغل؟ يا جدع انت راجل يا عجوزه بتاع الكماشه. يا جدع لا 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 يا استاذ ارجوك ما تدخليش انا في الموضوع ده. ده هدخلك انت والنيابه والبوليس كمان. بس بقى قفل على الموضوع اعتبره منتهي خلاص. انت اللي عمرك هينتهي على ايدي. ايه يا جدع انت اتجننت ولا ايه؟ شوف اما اقول لك اختار لك حاجه من الثلاثه، يا تسلمني الوظيفه يا ترجع لي دروسي يا هسلمك انا لعزرائيل بنفسي. اتجننت ولا ايه؟ ما تتعبش يا بوليس يا شويش. انت راجل بتاع الكماشه. انت يا والدي يا جدع يا شويش. اسمع يا دكتور، الحقنا حالا ببوليس النجدة. ليه؟ عشان يجري حضرته عاملني كوبري، سايبك تخلع في دروسي عشان يغازل مقصوفة الرقبة دي. انت تعمل كده لا لا ابدا يا بابا ما تصدقوش. لا 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 تكذبي. امشي على جوه قبل ما اكسر دماغك. يا دكتور والله العظيم الحكايه مش زي ما انت فاهم. انا قصدي شريف يا دكتور والله. يا نجل يا سافر. يا انت والله الى الخارج. يا ابي انا قصدي يا دكتور والله. الى الخارج. يا دكتور انت قصدي عليك اللعنه، عليك اللعنه. تعال يا يوسف بيه، عملت الواجب اللي عليك، بس خد نفسك بقى. شبان ايه دول؟ لا اخلاق ولا ضمير، ويطردوا بنات الناس لغايه بيوتها. ايوه يا سيدي، يطردوا في بنات الناس ويخلعوا دروس الناس. على اي حال انا متشكر ومتاسف جدا ان كنت ألمتك وانا بخلع سنانك. على ايه؟ ما طربقت على نافوخي من ناحيتين، اولا طارت الوظيفه، ثانيا طارت دروسي. يعني انت خالي شغل؟ خالي جدا، خالي بعنف. طب ايه رايك لو تشتغل عندي تمرجي؟ توظفني حضرتك؟ ايوه. واستلم الشغل من امتى؟ من النهارده لو حبيت.
الله يخليك، ربنا ما يحرمك مني. خلاص انا هخلع عليك الوظيفه دي. لا، شغلني من غير خلع. يا اختي بسم الله الحفيظ، العياده مالها مهويه كده ليه؟ الله، امال فين التمرجي الجديد اللي بيقول عليه ادم وسن اخضر؟ انت يا سعاده التمرجي يا اللي هنا، انت يا تمرجي. ايوه ديني جاي، اهلا وسهلا، ان شاء الله كل استفتاحك فل. عاوز تذكره بقى، بلكون ولا صاله؟ تذكره ايه يا منيل على عينك؟ فين الدكتور؟ ايوه، ما هي التذكره دي اللي هتوصلك للدكتور. يا اخي وصلك عزرائيل الموت يا بعيد، ده انت خيبتك وردت على حد في الدنيا. استفتاح ايه المطاين ده؟ ثم كمان يا ست هانم، انا ما اسميش عزرائيل، انا اسمي انديل، ان الدقيل. باردون، غلطنا في البخاري، شلفطنا الاسم الكريم يا شمس الضحى. يا ست هانم، انا لا ضحى ولا جحا، ثم كمان ما فيش لزوم لطولة اللسان دي. انا طويلة اللسان يا جربوع يا شرشوح، جيبوا بنطلون من غير رجلين. من غير رجلين؟ امال دول ايه، عجل؟ ايه يا واد، انت هتاخد وتدي معايا في الكلام؟ رد عليا ردة المية في زورك. فين الدكتور؟ متلقح جوه، انما مش ممكن هتخشينا لما تدفع 50 قرش. يا اخي جاك 50 كوبة تاخدك انت واللي مشغلك كمان. نهارك اسود، واللي مشغلني كمان؟ جرى ايه يا مينا؟ مالك بزعاق كده ليه؟ تعالى يا سيدي شوف اللهو الخفي اللي انت جايبه لنا هنا. قال ايه، مش عايزني اخش قبلك قبل ما ادفع 50 قرش فيزيتا؟ الله يجازي شيطانك يا قنديل، انت ما تعرفش ان الهانم تبقى الست بتاعتي؟ ما انا كمان بقول الاداب العاليه دي لا يمكن تصدر من بره العياده ابدا. النبي تتوكس على وكستك يا بكوس انت. طب حقك عليا يا ست امينه، خش بقى على جوه احسن ليلى قاعده لوحدها وجا ميعاد الشغل. ده هي تفور دمه البعيد زي ما فور دمي. اعوذ بالله، حرمه من الزمالك ولسانها من بولاق، ده الكلام مندفع من بقها زي المتريليوس. يا سيدي المسامح كريم، على اي حال تصرفك برهن لي انك دقيق في عملك، لدرجه انك كنت عايز تدفع فيزيتا للست بتاعتي. والله يا فندم ده غصب عني، صدرت مني من غير اي سوء نيه. تهانيه واعجابي. العفو، العفو العفو. شوف شغلك بقى احسن الزباين ابتدت تهل. يا نور النبي، يا تعبان يا اخويا. لا حول الله يا رب. بتعرج ليه يا توتو؟ رجلك بتوجعك؟ الا قول لي يا حبيبي، عيادة دكتور اسنان دي امال يعني محل بقاله؟ سناني مالها؟ بتنقح. بتنقح عليك؟ امال يعني بتنقح عليك؟ الا قول لي يا حبيبي. نعم. الكشف عندكم بكام؟ ب50 قرش. 50 قرش حته واحده؟ امال يعني حتتين؟ يا دي النايبه، لسه كمان حق الدواء هلحق على ايه ولا ايه؟ يا رب. اسمع يا راجل انت، نعم. انا هقول لك على وصفه تضيع لك كل اسنانك. على خيرة الله. شوف اما اقول لك. نعم. قبل ما تنام تحط قطره في عيني؟ امال يعني ببقك. طيب والقطره دي تتحط قبل الاكل ولا بعد الاكل؟ لا، في وسط الاكل. ربنا ما يرميك في دقيقه، راجل طيب، راجل سكره، ربنا ما يلطم لك وليه. اي والله. ربنا ما يلطم لك وليه. لا حول السلام الله. عليكم. وعليكم السلام يا اختي. السلام عليكم. لا حول الله يا رب. ده يظهر الراجل ده رب عائله، الحمد لله اللي وفرناهم عليه قبل ما يلطشهم صاحبنا ده. ايه العباره؟ سنه عبال ما ياخد الفيزيتا من الزبون ويدخله؟ تمخشش. اتفضل. انطريه. اتنيل. جرى ايه يا سي قنديل؟ انت قاعد لي هنا على ودانك؟ لا يا فندم، قاعد على الكرسي. شيء غريب. هو راح فين؟ هو مين؟ الزبون اللي كان هنا دلوقتي. وزعته. وزعته؟ قبل ما يدفع الفيزيتا ويكشف؟ والله يا فندم لقيته راجل غلبان ورب عائله، قمت كتبت له وصفه وزحلقته. شيء جميل. الله يخليك يا فندم. انت هتخرب بيتي. تمشي الزباين قبل ما يكشفهم؟ فتح عياده مجانا انا؟ الفيزيتا دي محسوبه من شهريتك. مفهوم؟ مفهوم يا فندم. السلام عليكم. يلا. سلام. تسمح تجيب تذكره عشان اكشف دلوقتي؟ مستني ايه؟ ما توزعه راخر. لا يا فندم حرام عليك، فوزتين خصم من المهية يوجعوا. اتفضل هات تذكره. ايوه بس ما معكش 50 قرش؟ ما كانش ينعز. طب اكتب لك الباقي على ظهر التذكره؟ هو احنا في عياده ولا في اتوبيس؟ طب بلاش غلبه، هات 50 قرش وخد الجنيه. هات. اعوذ بالله. اتفضل قاري 50 عفريت. يلا خلينا نخش. خش يعني داخل الجنه يا خي. روح جاتك البلا، راجل غلط.
إله الدكتور يطلع أحول، وبدل ما يخلع سنانك يخلع لك عينك. إيه يا رب. أدي جنيه، 2 3 4 و5 ساغ. والخمسة ساغ دي جت منين بقى؟ تكونش غلط؟ لا يا فندم ما غلطتش، الحساب مظبوط 405. مظبوط ازاي؟ 9 تذاكر في 50 قرش ب 450. أيوة يا فندم، ما هو آخر زبون كان ما معهوش غير 5 ساغ. واديته تذكرة ب5 ساغ؟ مش أحسن يا فندم ما التذكرة تبات؟ كله منه أحسن منه. يا نصحتك بياع ومهاوي. انت فاكر نفسك فين؟ في شادر بطيخ؟ ايوه يا فندم، اصل الزبون الاخراني ده كان اقرع كده. طب مخصوم منك حق التذكره، يعني يبقى واصلك النهارده 95 قرش. 50 قرش بتاع الزبون اللي صرفته، و45 قرش بتاع الاقرع اللي كرمته. لا حلو قوي. لا والله قبضنا، ده قليل ما طلعنا مديونين في قلب العياده بتاعت سيادتك دي. تعرف شغلك، انا مش مسؤول عن تصرفاتك، ثم الشغل شغل. على فكره، ايوه يا فندم، انا عايزك بكره تيجي من بدري تنظف العياده عشان عريس بنتي جاي. كن مطمئن، 7 إلا 5 هتلاقيني على بابها. اسمع يا شخص. نعم يا شحط. شخص بتشتمني يا سافل يا وقح يا قليل الادب. يا نهارك اسود، ده انت ما انتش عاوز خلع اسنانك، ده انت عاوز خلع لسانك. اخرس تحشم يا امعه. امعه؟ ده انا هخليها معمعه معاك، ده انا هسود نهارك. اخسر عليك زباله. لماما؟ لا نط. اتلم احسن لك، لحسن انا فاضل لي 5 دقايق واتجنن. 5 دقايق؟ ده انت لو جه عليك 5 دقايق هتحمض، ومع ذلك اذا كنت انت لسه هتتجنن انا مجنون جاهز. ايه سعيدة؟ مين؟ سيد شعبان؟ اهلا وسهلا. لو انت الصادق السيد تعبان. انت عديم الحياة. السيد شعبان ده يبقى عريس بنتي. يا نهار اسود، عرفت انا ابقى مين يا صرصار المجتمع؟ بقى الراجل المتخرج من الانتخانة اتجوزوا بنتك؟ لا انا خلاص قربت انفجر. يا راجل اقعد، انت فيك حاجة تنفجر؟ انت زودتها يا اندي. وانت عندلتها خالص. بقى معقول تجوز بنتك لراجل متوفي بالشكل ده؟ انت هتتلم ولا امسح بيك البلاط؟ يا راجل انت اقعد، انت فيك حتى نفس تمسح ريالتك. روح بص في المراية وشوف شكلك المكرمش. انت ما عندكش ريحة الادب. يا راجل حرام عليك، دي بنتك ضناك، يهون عليك ترميها بالشكل ده. ده بعد جوازها منه ب 24 ساعة هتلاقيها أرملة. الله ايه في ايه جا ايه؟ اهلا شعبان بيه. بلا شعبان بيه بلا شعبان هباب. بدل ما تحضروا لي مزيكا علشان تدفني وانا داخل، تحضروا لي راجل قبيح بالشكل ده. شايفين طولة لسانه؟ بقى انا لو راجل قليل الادب ما كنتش نعلت سلسفيل جدوده، لكن معلش خلوني انا المؤدب. يا ندشتي ازاي تقول كده؟ هو ما يستاهلش غير كده، راجل عجوز كركوبه بدل ما يجي يطلب عروسه يطلب طقم. معلش سامعين؟ شاهدين؟ روق دمك، انا هربيه كويس. اعصابي باظت. حقك عليا يا بيه. اسندوني. حاضر. ريحوني. وكفنوني مش ريحوني. بقى دي عمايل ناس عاقلين يا ناس. أنست وشرفت. اهلا خطوة عزيزة والله. قوي اتفضل. على ما اتفضل. ليلى قومي يا حبيبتي سلمي على عريسك. ايه عريسك؟ مش معقول ابدا اتجوز البابا ده. بابا انا بابا. عيب يا ليلى يا حبيبتي ما تقوليش كده. بلا عيب بلا كلام فارغ، ده مش كلام ده. ما تاخدش على خاطرك يا بيه، اصل ليلى بتحب الهزار قوي. أوي. ومع ذلك اطمن، كاتب الكتاب هيتم ضروري. انا حتى اديت عنوان العيادة للمأذون وزمانه جاي. اتفضل. يا رب يجي بقى يا رب. مستشفى الهوهو؟
مستشفى الكلب يعني؟ لا يا فندم. رائد الدكتور. طب يا اخويا شكرا. معاك البعكوكه يا ابني؟ لبست من زمان. طب يا سيدي مع الشكر. طب يا اخويا مع السلامه. يا ابن الأرندلي، مطلوب القبض على هذا المحتال الكبير الذي يدعي أنه صاحب شركة الفضاء الخارجي. والله وقعت يا بتاع الهوا، أنا اللي كنت هروح ضحية الطاعة العمياء. كشف من فضلك. 50 قرش. حاضر. اتفضل. الله، شريف. الله، قنديل؟ ايه اللي بتعمله هنا؟ بشتغل هنا تمرج، وانت ايه اللي جابك هنا؟ العلقه يا سيدي اللي كلتها من الوليه زند الكلبه دي والله يخرب بيتها، ورمت سناني كلها. تستاهل يا اخي، ذنب ناس بتخلصوا ناس. واتجوزت بقى قريب الزند السبع ولا اتجوزت مين؟ اتجوزتش حد يا اخويا، سبتهم كلهم لما لقيت بابا زعل مني، والحمد لله استلمت وظيفه محترمه في شركه. اوعى تكون شركه الفضاء الخارجي. خارجي ايه وداخلي ايه يا جدع انت؟ بقول لك وظيفه محترمه في شركه، وان شاء الله ربنا كده يعيني وابتدي حياتي من جديد. في الحقيقه يا استاذ شريف انت راجل طيب وابن حلال، ربنا يبعت لك بنت الحلال اللي تسعدك. اي والله يا رب. اتفضل استريح في العياده عبال ما يجي الدكتور حالا. اتفضل. سلامتك. تسلم. قنديل قنديل. ايوه انا ايه؟ انا في عرضك يا قنديل. مالك؟ بابا عايز يجوزني غصب عني الواحد عجوز قد جدي. قد جدك؟ ده جدك جنب منه يبقى سنه اولى حضانه. اعمل معروف يا قنديل، خلصني منه باي طريقه. ايوه بس عاوزاني اعمل لك له ايه؟ اموته ميت جاهز. لا، عايزاك تتصل بكمال، هو ده الانسان اللي هيقدر يساعدني. ده مش هيسعدك، ده هيحبسك، ده حرامي، ده نصاب من الدرجه الاولى الممتازه. ازاي؟ مش معقول، ده انسان مهذب. مهذب؟ ده مهزأ يا هانم، انا اشتغلت معاه واكتشفت انه بلطجي وصايع. صايع؟ ده صاحب شركة فضاء. فضاء؟ الفضاء دي تبقى جيوبه يا هانم. اسمعي كلامي انا احسن نقبضه عليكي وانت بتتزف عليه. ده كده انت لازم تتفق مع بابا عليا. بابا ولا بابا ولا ماما، اتفضلي. شوفي اذا كنتيش مصدقاني اقري. يا خبر، ده انا كنت حداد. في نقرة يا هانم. ولا مؤاخذة من المزيل، أنا سمعت حديثك مع قنديل، أنا برضه والدي كان عاوز يجوزني بالعافية. ايه؟ عاوز منها ايه رخرة؟ مين حضرته؟ حضرته يا ست الأستاذ شريف أشرف، برضه كان عنده شركة اسمها شركة الجواز الخارجي، إنما الحمد لله ربنا تاب عليه وقفلها. يا مدموزيل أنا مدير حسابات شركة المباني وباخد 120 جنيه مرتب. والبدلة دي بدلته والله، مش بدلة معونة الشتاء. حرام على والدك يجوزك راجل عجوز. العصفور اللي زيك محتاج العصفور زيه. ادي احنا بقينا في جنة العصافير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. ضرس أم ناب؟ لا ضرس ولا ناب، أنا المأذون. أين والد العروس الدكتور أيوب المصري؟ قنديل افندي خلصني منه بسرعة ما أرجوك. تخافيش، فكرة. يا ريت يا قنديل. سيدي كمون هير. شكرا لك. تفضل يا سيدي. تفضلوا أدام الله فضلكم. عشت أهلا وسهلا. أهلا بيك. ربنا يتمم بخير. الله يخليك. والنبي يا أستاذ دي بسرعة علشان خاطر نخلص. وأين العريس؟ ها هو يا سيدي. وأين الشهود؟ أنا هو. والشاهد الآخر؟ طيب شوف شغلك عبال ما أجيب لك الآخر. وهو كذلك. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. أهلا وسهلا. أهلا. اسمي الكريم شريف أشرف. أجيبني شاهد تاني منين؟ مش شهر العقاري. بسم الله الرحمن الرحيم. بالحضن. الله. ايه المناسبة؟ أنا جاي أشكرك على الوصفة اللي وصفتها لي. إيه؟ أنا خلاص خفيت ولا بركة ولا الحوجة للدكتور يا عم. أكافئك إزاي؟ ولا تكافئني ولا حاجة، عاوزك تعمل عمل إنساني جليل. إيه هو؟ تشهد شهادة. شهادة زور؟ لا، حلال. 2 هيتجوزوا. ممكن أنا في الخدمة. اتفضل. على خيرة الله. الله يخليك. ألف مبروك. الله يبارك. ربنا يتمم بخير. ربنا يجبر بخير. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بيك. مرحبا. الشاهد التاني حضر. هو
المأذون اتأخر ليه؟ والله ماني عارف. ما تبعت له المدهول على عينه قنديل، خليه يستعجله. عاوزين ننتهي بقى، عاوز افرح بشبابي. هتفرح جدا ان شاء الله. انا جهزت كل شيء، الشقة والموبيليا، وجبت لها كمان تلفزيون. والنبي صحيح يختي عليك يا ننس عينه. خلونا نتجوز بقى. مبارك ان شاء الله. الله يبارك فيك. جعلها الله زيجة موفقة. مبروك يا عروسة، اهو هو ده العريس. والله فلتت من ايدك يا عريس النحس. استأذن بقى. السلام عليكم. سلامة. ألف مبروك. ألف مبروك. ألف مبروك. ألف مبروك يا دكتور، لقد عقدنا العقد. عقد ايه؟ عقد زواج ابنتك. انت بتهجس بتقول ايه يا مولانا؟ ده العريس قاعد معايا جوه. لا يا دكتور، العريس موجود هنا مع العروسة. انت هتجنني يا راجل؟ لا تؤاخذني، لدي عقد آخر. مبروك يا حماد دبب. لا دبب ولا قطط، ما تطولش لسانك على عريس بنتك. الكلام ده صحيح يا ليلى؟ ايوه يا بابا صحيح. اول لما يهويكي ازاي ده يحصل؟ لازم يحصل، لان الشباب للشباب. روح قول لي للراجل العريس بتاعك ده دور له على حنوتي. سلام عليكم. استنى يا قنديل. لا انا ما احبش اعيش في دنيا كلها غلط، ثم كمان انا مكاني مش هنا. هدومك اهي، خلصني. لا بعد اذنك، دي مراتي وانا حر فيها، واحنا كمان ما عندناش وجود هنا. السلام عليكم. تعالي، دماغي مخي الحقوني. انا عارف لك وصفه كويسه. الحقني بيها. تتنيل على عينك وتسكت، لانك مش ممكن هتلاقي لبنتك عريس احسن من كده. سلام عليكم. عملوه خلاص، انا هموت. سلام عليكم. قنديل، ايه اللي جرالك؟ ايه اللي جابك هنا تاني؟ حاسس بحاجة؟ ابدا. افتح، انا جاي هنا تاني بمزاجي، مش عجباني العيشة اللي بره. لا مش عايز تعيش مع العاقلين وجاي تعيش مع المجانين؟ ايوه، اتضح لي ان المجانين عايشين في نعيم. افتح عن اذنك. اتفضل.